بتبدأ الأحداث في المملكة القديمة لما بيصحى بطلنا تانغ من النوم وبيكون مصدوم من شكله الجديد واللبس بتاعه والمكان اللي هو فيه، وبيكتشف انه اتنقل خلال الزمن لعالم تاني. بيكون تانغ واحد من الطلبة اللي بيتدربوا في أكاديمية المملكة. وقتها بيجي واحد من المسؤولين عن الأكل وبيديله أكل غريب وبيقول له خد وجبتك بتاعة النهاردة. وبيستغرب تانغ تصرفات الراجل ده لأنه بيرمي له الأكل على الأرض، وبيقول له هو بيضحك كل الأكل بتاعك بسرعة. تانغ باصص له ومش فاهم ماله الراجل ده، وبيقول تانغ لنفسه ايه اللي حصل معايا ده؟ انا كنت في حال احسن بكتير، ايه اللي وصلني للمستوى ده؟ انا كنت امير في المملكه، ازاي بقيت شخص ده؟ وخطيبتي الاميره هعمل معاها ايه؟ وقتها النظام بيتفعل وبيقول له تم تفعيل نظام اعاده الصقل، في كل مره هتقدر تعمل سلاح سحري، ساعتها قدراتك هتتحسن بناء على نوع السلاح السحري. تانغ بيكون مبسوط جدا بوجود النظام، وبيقول لنفسه انا لازم اول حاجه اعملها هي ان افسخ الخطوبه. وبعد وقت مش طويل بتوصل ايرين خطيبه تانغ للمكان اللي هو بيدرب فيه، وبتقف تكلمه وبتقول له الفرق بيني وبينك عامل زي الفرق بين السحاب والطين، انا عايز انهي الخطوبه دي. فبيضحك كل اللي واقفين من الطلبه وبيقولوا طبيعي ده يحصل، الفرق بينهم فرق السماء والارض، ازاي واحد زي ده يتجوز دي؟ لكن رد فعل تانغ بيكون صادم لما بيقول لايرين يا سمو الاميره انت عندك حق، احنا لازم نفسخ الخطوبه دي. فبتتصدم ايرين وبيطلع تانغ ورقه من جيبه وبيقول لها وهو مبتسم لازم توقعي على ورقه فسخ الخطوبه دي. ايرين بتكون مصدومه وبتقول له انت ليه وافقت بالسهوله دي؟ مش المفروض تتحايل عليا شويه؟ فبيقعد يمثل عليها انه زعلان وبيعيط وبيقول لها يا اير انا ما كنتش اتخيل انك كده، انا عارف ان احنا مختلفين عن بعض لكن انا لسه بحبك، انت عارفه انا الايام دي بعيش ازاي؟ شايفه الفحم ده كله بفضل اشيل فيه طول النهار وطول ما انا شغال بفكر فيكي بس. ايرين وكل اللي واقفين بيكونوا متاثرين جدا بكلام تانغ. ايرين بتقول له للدرجه دي؟ بيقول لها واكتر، انا بشتغل كتير قوي وبتعب عشان اجمع فلوس واجيب لك هديه في عيد ميلادك. فبتدي له فلوس وبتقول له رغم ان انا وانت مش لبعض لكن انا عايزاك تجيب لي هديه في عيد ميلادي هبقى مستنياه. وبتسيبه وبتمشي، وباقي العمال واقفين يتفرجوا على المشهد وهم متاثرين جدا وبيعيطوا على عياط تانغ. في الوقت ده النظام بيقول لتانغ انه يقدر يشغله في اي وقت وانه بيقدم له هديه تذكاريه ذهبيه. تانغ بيكون مبسوط جدا لانه بالفلوس دي هيقدر ياخد اول خطوه في طريق انه يكون ساحر. بيقرر تانغ انه ينضم لعالم تدريب السحرة. اما ايرين فبتروح البيت وبتكون متعصبه جدا وعماله تقول ازاي الحقير تانغ ده يجرؤ انه يكذب عليا؟ اغلب الطلبه اللي كانوا واقفين قالوا انه دايما كان بيغلط فيا في ظهري، انا قدمت له فرصه عمره لما وافقت اتخطب له لكنه ما كانش يستحق. وبتقول ايرين لواحد من اللي شغالين معاها انه يعلمها الادب. في الوقت ده كبير الاكاديميه بيقف في وسط الطلبه وبيقول لهم القرارات الجديده بتاعه محكمه الخدمه، وبيقول لهم كالعاده التقييم بيكون في اخر كل شهر واخر 3 هيطردوا من القسم. كل بيتصدم من كلام الكبير شانغ، وبيفكر الطلبه ان اول واحد هيطرد هو تانغ بسبب فسخ خطوبته مع ايرين. وقتها تانغ نفسه بيفكر بطريقه مختلفه وبيقول لنفسه الفيلم اللي جت ايرين عشان تعمله بخصوص الغاء الجواز ده كان تمثيل، وغالبا هي اكيد هتكتشف ان انا كمان كنت بمثل عليها، لكن بوابه السحريه مش بتفتحها عيلتها، معقول ما تكونش عايزاني اوصل بالسهوله دي؟ في الوقت ده بيظهر واحد من الطلبه اسمه يونغ وبيقول اراهنكم ان تانغ اول واحد هيكون في القايمه اللي مع الزعيم شانغ. فبيقول له واحد تاني اسمه منغ ايه اللي انت بتقوله ده؟ تانغ بقاله سنين في القاع، فجاه كده هيبقى في القمه. فبيتراهن منغ ويونغ على فوز تانغ، وبيقول يونغ انه مستعد يدفع مبلغ من الاحجار السحريه لو خسر تانغ، لكن لو فاز منغ هو اللي يدفع. وبيسال يونغ كل الطلبه اللي بيأيدوه في رايه وحابين يراهنوا بفلوسهم معاه، لكن الكل بيكون شايف دي مغامره كبيره. اللي بطلنا تانغ اللي بيقرر انه يراهن مع يونغ بكل فلوسه. بيحضره صاحبه بيقول له بلاش يا تانغ، ازاي بتراهن بكل الاحجار السحريه اللي معاك؟ لكن تانغ بيقول له انت مش واثق فيا. فبيقول له جانغ طبعا واثق فيك بس. فبيقول له تانغ يبقى تدخل في الرهان ده على مسؤوليه الشخصيه. وفي الليل بيقعد تانغ يتدرب وبينجح في انه يصنع سيف حديد اسود سحري. وقتها النظام بيقول له مبروك انت قدرت تعمل سيف سحري ضعيف المستوى من الدرجه الصفراء، وبسبب ده بتوصل قوه تانغ السحريه ل 100 نقطه. وبينجح تانغ في انه يتجاوز المستوى الرابع من ثقل الطاقه، وبياخد مكافاه اضافيه وهي رسمه سلاح سحري لمظله تيالو. تانغ بيكون مبسوط جدا وبيقول انا بقيت في المرحله المتوسطه من ثقل الطاقه، بجد النظام ده مبهر. وبيقرر تانغ انه يكمل تدريب عشان يستكشف حجم مهاراته وقوه المستوى الرابع، لكنه بيقول ان المستوى ده مش امن كفايه، وبيقرر انه لازم يقوى من نفسه اكتر لان اير يمكن توقعه في اي لحظه بالحيل والخطط بتاعتها. وبيقول تانغ بسعاده من حسن حظي ان النظام اداني مكافاه رسمه سلاح سحري، كويس ان السلاح كمان بيقدر يوفر طبقه حمايه اضافيه. وبيطلب تانغ من النظام انه يوريه رسومات لمظله تيالو. فبيقول النظام ان مظله تيالو بتقدر تشكل درع دفاعي، تقدر تقاوم ضربه كامله من راهب في المراحل الاخيره من تدريب الطاقه، يقدر يستخدمها كمان للهجمات، وخصوصا انه بيقدر يطلق عدد كبير من الاسلحه عشان تهاجم الهدف بشكل مستمر. فبيقول تانغ انا لازم يكون عندي سلاح دفاعي زي ده. بسبب رسومات مظله تيالو بقى سهل عليا اقدر احدد المواد اللي هستخدمها في صناعه اضلع المظله، بس منين هقدر الاقي القماش الشفاف اللي بيظهر ضوء القمر وبيخلي المظله عامله زي كده؟ فبيقول له النظام انه يقدر يحجب ظل القمر بالليل. فبيستغرب تانغ وبيقول ازاي، وبياخد تانغ القرار انه اكيد في الليله دي لازم
لازم يصنع مظلة تيالو، وبالشكل ده هيكون معاه نقطة قوة كمان. وبيخرج تانغ من بيته وبيروح للبحيرة وبينفذ كلام النظام وبيتابع نور القمر، وبيقول النظام انه يفضل يتحرك لحد ما يوصل عند الحجاب ده. وفعلا على بعد من البحيرة بيقدر تانغ انه يلاقي قماش الضوء اللي بيدور عليه. بيشوف تانغ الفستان المصنوع من قماش الشاشة اللي شبه ظل القمر وبيكون فرحان جدا، ولما بيقرب عشان ياخده بيتصدم انه بيشوف ليونشي بنت جميلة من الجنيات المملكة موجودة بتسبح في البحيرة، فبيتسحب بالراحة عشان ياخد القماش ويهرب. ولكن ليونشي بتحس بوجود حد في المكان حواليها وبتستغرب مين اللي ممكن يجي للبحيرة المهجورة دي في وقت متأخر زي ده. وبتشوف ليونشي وهو بيحاول يسرق فستانها، فبتنادى عليه وبتمنعه، ولكنه بيطلع يجري. فبتقول له انها عرفت من لبسه انه طالب في مدرسة الخدمة المتنوعة وانها هتجيبه. وبيبعد تانغ على قد ما يقدر قبل ما تمسكه، وبيقف جنب شجرة يرتاح، وبيقول لنفسه قد ايه ليونشي جميلة جدا زي ايرين، وان اكيد في كتير من الناس معجبين بيها. وبيقرر انه لازم يحاول يستخبى منها على قد ما يقدر عشان ما تعرفوش. ولكنه قبل ما يمشي بيعمل حركة غبية جدا، وهو انه بيتكلم بصوت واحد من طلبة المدرسة. والمصيبة ان ده صوت يونغ كمان بيعرفها ان هو يونغ، وبيطلع يجري قبل ما تمسكه. ليونشي بتكون متضايقة جدا وبتقول لنفسها ايه الجرأة دي اللي تخليه يقول اسمه، انا بكره هجيبه واوريه. فعلا تاني يوم الصبح بتروح ليونشي على المدرسة، وبيتصدم الطلبة لما بيشوفوها لانها بتكون داخلة عليهم بالسيف بتاعها. طبعا ليونشي بتسأل مين يونغ، وبترفع السيف بتاعها عليه لما بتلاقيه، وبتحكي له عن كل اللي عمله. هو بيكون مصدوم وبيقعد يقول لها ما حصلش، انا ما روحتش للبحيرة اصلا. ليونشي بتحس ان يونغ صادق وخايف فعلا منها، وانه ما راحش للبحيرة، وبتفكر انه يمكن يكون شخص تاني وادعى ان هو يونغ. في الوقت ده تانغ بيكون في اوضته بيخبي الفستان بتاع ليونشي. بيدخل عليه صاحبه الانتيم جيانغ وبيقول له تعالى شوف اللي بيحصل بره. الجنيه ليونشي جت المدرسه وبتدور على حد، وبيقول له جيانغ يخرج يتفرج معاه على اللي بيحصل بره في حوش المدرسه. لكن تانغ بيقول له روح انت اتفرج، انا مش عايز اروح. وبيفكر تانغ انه بلاش يظهر قدام ليونشي لانه خايف لاحسن تكون شافت وشه او لمحته وتقدر تتعرف عليه. لكن جيانغ بيفضل يضغط على تانغ انه يخرج معاه، وبيقول له قد ايه الجنيه ليونشي جميله جدا، وبيقول له ما ينفعش تضيع فرصه زي دي، لازم تيجي تشوفها. لكن تانغ بيتهرب منه وبيقول له ما تنساش التقييم اللي هيتعمل في اخر الشهر، عشان كده انا لازم اتدرب كويس واحسن من قوتي، والا كلنا هنخسر الرهان قصاد منغ. فعلا بيمشي جيانغ وبيقعد تانغ يتدرب، وبيستخدم القماش في صناعه مظله تيالو وبينجح في ده. وبيقول له النظام الف مبروك عليك، قدرت تصنع سلاح تيالو السحري الاصفر بجوده عاليه من نوع تشيمن. وبيقول له النظام ان كفاءه السلاح زادت 200 نقطه، وان قوته هو نفسه زادت 130 نقطه. وبيقدر تانغ انه يجتاز المرحله الخامسه من ثقل الليتشي، وبيكافئوا النظام بمخططات سلاح سحري بجوده ضعيفه من مستوى شوان. تانغ بيكون مبسوط لكنه بيحس ان السلاح السحري الجديد ده هيكون صعب جدا يتدرب عليه. وبيحاول تانغ انه يفعل تقنيات الهجوم والدفاع بتاعت السلاح، وبيكون مبسوط بيها جدا. وبمجرد ما بيخلص تانغ صناعه سلاح مظله تيالو بيخبيه فورا في شنطه عشان محدش يشوفه، وبيفتكر المكافاه اللي اخدها واللي بتكون مخطط لسلاح سحري ضعيف المستوى من نوع شوان. وبيطلب من النظام انه يوري له فكره عن السلاح ده، وبيكتشف تانغ ان السلاح من نوع شوان ليه مميزات كتير وقوي جدا، وكمان يقدر يستخدمه في الطيران، عشان كده بيقرر انه يصنعه. لكن فجاه الباب بيخبط وبيسمع تانغ صوت جيانغ بيقول له افتح، انت قافل على نفسك ليه؟ فبيفتح له تانغ وبيقول له في ايه يا ابني عامل ازعاج ليه؟ فبيقول له جيانغ الاخ ليو المسؤول عن شؤون الطلبه بعتني ليك. الاخت الجنيه ليونشي اتصلت بالمدير شينغ وقالت انها عايزه تقابل كل الطلبه شخصيا، وقالت كمان انها هتوفر كل لوازم التدريب. تانغ بيقول لنفسه اظن موضوع الهدايا دي حاجات مزيفه، يمكن هدفها انها تكشف مين الشخص اللي سرق لبسها. وبيشد جيانغ تانغ من ايده وبيقول له يلا خلينا نروح للقاعه عشان نلحق مكان. تانغ بيمشي معاه وهو متنح ومش عارف يتصرف ازاي، بيحس انه اكيد دلوقتي هيتكشف. وفي حوش المدرسه بيخرج كل الطالب يقف قدام ليونشي وبتقدم له هديه تساعده على التدريب واللي بتكون جرعات سحريه. ولما بيجي دور تانغ بيقف قدامها وبياخد منها الجرعات السحريه وبيشكرها على لطفها معاهم. فبتبص له جامد كده وبتقول له انا شفتك قبل كده. فبيقول لها لا انا اول مره اشوف حضرتك. فبتقول له تمام ماشي. بيفرح تانغ انها ما عرفتهوش وبيرجع على اوضته وبيفكر في انه يكمل تدريب. وبيقول لنفسه ايه المواد اللي انا محتاجها عشان اصنع سيف مرآة القمر بالمواهب الثلاث. وبيسال النظام فبيقول له انه محتاج قطعه حديد وهميه كماده اساسيه للسلاح. تانغ بيستغرب وبيقول لنفسه ايه الحديد الوهمي ده؟ فبيقول له النظام انه ماده سحريه من مستوى شوان، وهي الماده الاساسيه لصناعه وهم السيوف الطايره، وان من غير العنصر ده مش هيقدر يطور السلاح ده. فبيقول تانغ لنفسه طب اجيبه منين؟ وبيفتكر ان في نهايه تقييم الشهر جائزه البطوله هتكون انه يدخل جناح وانباو في المدرسه، ويقدر وقتها انه يختار اي ماده سحريه من مستوى شوان واي كنز ارضي المره واحده بس. عشان كده بيقرر تانغ انه لازم يفوز في البطوله. في نهايه الشهر بيخرج المدير شينغ للطلبه وبيقول لهم ان التقييم هيبدا بشكل رسمي، واللي فيه هيتم استبعاد الثلاثه الاخر، والثلاثه الاوائل هياخدوا جايزه، والفايز الاول هيكون مؤهل انه يكون طالب رسمي لطائفه زيشيان، كمان يقدر يدخل جناح وانباو ويختار جايزه من مستوى شوان. بيتجمع كل الطلبه عشان التقييم، وجيانغ بيكون قلقان جدا لكن تانغ بيطمنه وبيقول له ما تقلقش احنا لازم نقاتل في التقييم ده، وانا بالذات لازم اكسب الرهان واكون الاول. فبيقول له جيانغ انت سخن ولا ايه؟ ازاي هنكسب البطوله؟ على الاقل لازم يكون معانا اي سلاح سحري. فتانغ بيقول لنفسه ايوه ما انا عارف، وانا
وانا عندي سلاحين اتنين كمان، السيف الحديدي الاسود ومظله تيالو، في ان اكسب البطوله مش صعبه ابدا عليا. مشكلتي بس دلوقتي هي اني اظهر مظله تيالو. وقتها ليونشي هتعرف ان انا نفس الشخص اللي سرق فستانها. جيانغ بيقول له انت بتفكر في ايه؟ فبيرد تانغ وبيقول له بفكر في البطوله. وبتبدا البطوله وبيقول المدير شينغ ان المباراه الاولى هتكون لتانغ ضد شانغ. شانغ في المستوى الرابع من تدريب لتشي، لكن الموضوع مش بس ليه علاقه بالمستوى ده، كمان ليه علاقه بالقوه القتاليه، واللي ظهر قدام الكل ان شانغ افضل بكتير من تانغ في القوه القتاليه. بتبدا المباراه واليونشي موجوده بتتابع كل اللي بيحصل، وده بيخلي توتر تانغ يزيد. ازاي هيستخدم مظله تيالو في وجودها؟ لكنه بيقول لنفسه انا يمكن ما احتاجش استخدمها لان في المستوى الخامس وشانغ في المستوى الرابع. وفعلا شانغ لما بيضرب تانغ بيكون متوقع زي باقي الطلبه انه يوقعه على الارض من اولها على اساس انه لسه في المستوى الاول، لكن محدش بيكون عارف ابدا ان تانغ خلال الفتره البسيطه دي وصل للمستوى الخامس. وضربه شانغ ما بتاثرش فيه، بالعكس ده تانغ بيرد الضربه دي بقوه بتخلي شانغ يقع على الارض مصاب. الكل مصدوم، محدش مصدق اللي بيحصل، وبيعلن المدير بفوز تانغ في المباراه الاولى. جيانغ بيكون مبسوط جدا بصاحبه وبيقول له مبروك علينا الرهان، احنا كسبنا يجي 800 حجر سحري بسببك. تانغ بيكون مبسوط بالاحجار دي كلها لانه هيقدر يوفر كل المواد اللي محتاجاها عشان يصنع سيف القمر بالمواهب الثلاث. ليونشي بقى بيكون تركيزها كله مع تانغ وعماله تقول لنفسها يا ترى هو ولا مش هو، ولما بيحس تانغ بتركيزها معاه بيتوتر جدا وبيحاول يبعد عنها. اما ايرين فبتكون قاعده مع شيك وبتقول له انا ما كنتش بحبه ولا كنت عايزه اتخطب له، بس انا اهلي اجبروني عليه، بس وقتها كان عنده قوه، دلوقتي هو ولا حاجه، واخواتي لما يشوفوه غصب عنهم هيفسخوا الخطوبه دي. شيك بيقول لها ما تشيليش هم الموضوع ده، انا هخلي تانغ يختفي خالص من حياتك. وبيروح شيك للين زوي وبيديله سيف طائر وبيقول له طالما انك انت اللي هتكون في الجوله الثانيه من المنافسه فعايزك تدمر الدانتيان بتاع تانغ. وبيكمل وبيقول تانغ كسب في الجوله الاولى من المنافسه ودلوقتي بقى صعب علينا ندخل ونطرده من البطوله، بس لو انت قدرت تدمر الدانتيان بتاعه فوقتها الطائفه هي اللي هتطرده بنفسها لانه هيكون شخص ملوش لازمه. لين زوي بيتصدم وبيقول له بصدمه دمر له الدانتيان، بس ده ممكن يعمل لي مشاكل كبيره. فبيقول له شيك طبيعي في المنافسات اللي زي دي يحصل اصابات، محدش هيلوم عليك في حاجه والطائفه مش هتعاقبك. فبيقول له لين ماشي يا اخويا الكبير، انا واثق فيك وتحت امرك. البطوله بتوصل للمباراه الرابعه ولين بيكتسح اي حد بيقف قدامه، وبيجي الدور على المنافسه ضد لين زوي. وقتها تانغ بيشوف ايرين واقفه بتتفرج والحقد مالي عينها، لكنه بيكمل تمثيله وبيقول لها هعمل كل اللي اقدر عليه علشان افوز بالبطوله واستحق اكون معاك. ايرين بتتعصب من كلامه وما بتردش عليه، هما الاثنين فاهمين بعض. ايرين عارفه نوايا تانغ وانه بيمثل عليها، وتانغ نفسه عارف نواياه وتمثيله مكشوفين قدام ايرين. تبدا المباراه بين تانغ ولين زوي وبيكون قتال شرس جدا، ولكن قوه تانغ بتكون واضحه قدام الكل، وبيستخدم لين السيف الطائر اللي اداهوله شيك عشان يدمر بيه الدانتيان بتاع تانغ. شيك وايرين واقفين مستنيين فيها اللحظه الحاسمه اللي هينتهي فيها تانغ، والجمهور المتفرج متحمس جدا للقتال القوي ده. لكن جيانغ بيحذر صاحبه عشان ياخد باله من السيف اللي جاي من ورا ظهره، وفي اخر لحظه بينقذ تانغ نفسه عن طريق مظله تيالو اللي بتحوطه بهاله حمايه بيكون صعب جدا على السيف الطائر انه يخترقها. في اللحظه دي اول اتنين بيتصدموا هم ايرين وليونشي. ليونشي بتعرف ان القماش اللي معمول بيه المظله هو قماش فستانها الاحمر. تانغ بيبص لين وبيقول له دي محاوله قتل مش كده. لين بيتخض وبيقول له لا دي مجرد منافسه. تانغ بيفهم ان دي محاوله قتل وان في حد حرض لين زوي انه يعمل كده، عشان كده بيستخدم تانغ مزايا المظله والسهام الكتير الطايره اللي بتخرج منها وبيوجهها ناحيه لين اللي فورا بيحاوط نفسه بهاله تحميه، لكن السيوف بتقدر تكسر الهاله دي. في اللحظه دي لين بيحس انه ممكن يموت وبيطلب من تانغ انه يوقف اللي بيعمله، وبيعترف لين بخوف على شيك انه هو اللي حرضه يعمل ده، وده اللي تانغ كان عايز يعرفه. بيقول له لين ان شيك هو اللي اداله السيف الطائر عشان يدمر بيه الدانتيان بتاعه. تانغ بيبص على شيك وما بيكونش فاهم ايه اللي يخليه يعمل معاه كده رغم ان مفيش بينهم اي سابق معرفه. اما شيك فبيكدب لين زوي وبيقول له انت بتكذب، انا امتى اصلا شفتك ولا طلبت منك تعمل كده. كل مصدوم اللي بيحصل والمدير شينغ بيقرر معاقبه لين. اما تانغ فلما بيشوف ايرين قاعده جنب شيك بيفهم ان هي السبب ورا اللي حصل ده. اما ليونشي فبتروح تقف قدام تانغ وبتقول له ممكن تديني تفسير للي حصل ده. تانغ بيعمل نفسه عبيط وبيقول لها حضرتك بتتكلمي عن ايه؟ فبتقول له انت اشتريت القماش بتاع المظله بتاعتك منين؟ فبيتوتر وبيقول لها اي كلام. فبتقول له انت كذاب، القماش ده بتاع فستاني. فبينكر تانغ وبيقول لها اكيد في سوء تفاهم، ايه اللي هيجيب قماش فستانك عندي؟ وبيهرب منها وبيقول لها استاذنك بس عندي حاجه مهمه، وبيمشي وبيسيبها. وبيروح لايرين وشيك وبيقول لايرين انا وافقت على فسخ الخطوبه، اللي عايزه تخلصي مني، انت عايزه مني ايه بالظبط؟ فبتقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه، اللي حصل من لين زوي ده انا ماليش علاقه بيه. اما شيك فبيقول له بطل كلام فاضي يا تانغ، محدش عارف ليه لين قال كده، لكن اللي نعرفه ان مفيش بيني وبينك اي شر، ليه هعمل كده؟ فبيبص تانغ لاير وبيقول لها خلينا افكرك بس ان التماثيل الطينيه كمان ممكن يكون جواها غضب حتى لو مش ظاهر. فبتقول له انا قلت لك ان ماليش علاقه بكل اللي حصل ده، انت اقل من اني افكر فيك، انا ما عنديش وقت اضيعه مع واحد زيك وبتسيبه وبتمشي. اما ليونشي فبترجع تروح لتانغ تاني وبتقول له استنى عندك، لكنه بيعمل نفسه مش سامعها وبيمشي بسرعه يهرب من قدامها. وفي الليل بيقعد تانغ يتدرب في اوضته، لكن فجاه بيسمع صوت حاجه خبطت على الباب، ولما بيفتحوا بيلاقي سهم في الباب متعلق فيه رساله. بيقراها وبيخرج بره
الاوضه. بيمشي شويه لحد ما بيوصل لواحد واقف عند شجره بيقول لها نعم. زونغ بيقول له في حد طلب مني اقتلك ولكن انت صديق مقرب لجيانغ وهو بيعتبرك اخ، وجيانغ عمل معايا معروف كبير عشان كده انا مش هقتلك لكن عايزك تمشي من الطائفه. فبيقول له تانغ الشيك اللي بعتك تقتلني. فبيقول له زونغ لما انت عارف انه عايز يأذيك فليه مش بتهرب من هنا؟ فبيقول له تانغ اهرب ليه؟ محدش يقدر يجبرني امشي من هنا، وبعدين انا عايز اشوف شيك ده يقدر يعمل ايه ويعمله، وانا ليا حق الرد على كل تصرفاته. فبيقول له زونغ انا طالب في ساحه المرتزقه وعارف ان شيك واحد من الطلبه الداخليين عارف يعني ايه ازاي تتجرأ انك تتحداه وانت مجرد طالب عادي. فبيقول له تانغ ايه يعني طالب داخلي ولا يهمني، وعموما شكرا انك جيت تحذرني، هفضل فاكر جميلك ده وهردهولك في يوم من الايام. وبيمشي ويسيبه. وفي صباح اليوم التالي بتستمر المنافسات، كل بيحاول يهزم البطل الاول للمنافسه تانغ ولكن محدش قادر عليه، لحد ما بيعلن المدير شينغ عن فوز تانغ وانه بطل المسابقه، وبيقول للمدير الف مبروك ليك يا ابني، انت دلوقتي بقى عندك فرصه انك تكون طالب داخلي لطائفه تاشيان ومؤهل لدخول جيانح وان باو، وهتاخد كمان مكافاه المستوى الاول من شوان. جيانغ بيكون مبسوط قوي بصاحبه لكن ليونشي وإيرين بيكونوا مصدومين. المدير بيقول له يا تانغ جناح وان باو فيه كنوز كتير جدا وانا بقترح عليك تختار اكسير زراعي ضعيف المستوى من شوان لانه هيساعدك تثبت زراعتك او تاخد سلاح سحري مكتمل من المستوى الاول وده هيزود قوتك القتاليه. فبيقول له تانغ شكرا ليك يا مدير على نصيحتك. وفعلا بيدخل تانغ جناح وان باو ولكنه ما بيفكرش يختار ايه لانه عارف هو عايز ايه. بيروح فورا على قطعه حديد الشبح من المستوى شوان وبيقول لنفسه ده اهم حاجه دلوقتي انا محتاجه عشان اثقل سيف مواهب القمر. وبياخده تانغ وبيخرج. ولما بيشوف المدير بيقول له ليه اخترت قطعه من مواد ثقل الاسلحه؟ مش شايف يا ابني ان الكنز ده هيفيدك في الوقت الحالي؟ فبيقول له تانغ شكرا يا مدير على اهتمامك بس زي ما حضرتك عارف كل طالب ليه اعتبارات خاصه بيه. فبيقول له اللي يناسبك يا ابني بس الشيخ الكبير عايز يشوفك. بيروح تانغ يقابل الشيخ الكبير اللي بيقول له ازيك يا تانغ انا مبسوط منك جدا بس المظله اللي انت استخدمتها غريبه شويه. فبيقول له دي مظله تيال وانا اللي عاملها. فبيقول له الشيخ وريها لي. بيديها له تانغ وبيقول له المظله دي تقدر تفتح غطا دفاع عشان يصد الهجمات، كمان تقدر تطلع اسهم كتير تصيب العدو. الشيخ بياخدها يجربها وبيقول له سلاح سحر غريب زي ده ازاي بيبقى مع طالب خارجي زيك؟ جبت ادواته منين؟ فتانغ بيتوتر وبيقول لنفسه الشيخ ده هو معلم ليونشي ولا عارف ان استخدمت فستان ليونشي عشان اعمله يمكن يموتني ضرب. فبيحس الشيخ ان تانغ مش عايز يتكلم فبيقول له براحتك لو مش عايز تقول ما تقولش، بس انا وجماعه السحريه مش بنسال في العادي عن اي حاجه تخص اتباعنا، لكن انا كل اللي يهمني هو ان اعرف مدى ولاءك للطائفه، طالما انك مش بتخون الطائفه او بتضرها فانت ليك الحريه انك تحتفظ بكل اسرارك. بيشكره تانغ وبيستاذنه وبيمشي. اما شيك فبيكون قاعد مع زونغ بيقول له انا طلبت منك تقتله ليه ما عملتش كده؟ فزونغ بيقول له قوه تانغ كبير جدا وانا مش الشخص اللي هيقدر عليه، حاولت اعمل ده طبعا بس في الاخر ما قدرتش عليه وحاولت اهرب منه بالعافيه. فشيك بيتعصب عليه وبيقول له انت فاكرني اهبل؟ ايه يعني مدى قوه واحد زي ده؟ فزونغ بيقول له براحتك عايز تصدق او لا انت حر بس ده اللي حصل، وبيسيبه وبيمشي. شيك بيكون متعصب جدا وبيقول له ازاي تجرؤ يا زونغ انك تكذب عليا؟ انت كده بتتحداني وما تزعلش على اللي هعمله بعد كده. اما تانغ فبيجمع كل ادواته اللي جمعها عشان يصنع سيف القمر بالمواهب الثلاثه وبينجح فعلا في انه يصنعه وبيكون مبسوط جدا وبيقول له النظام الف مبروك قدرت تثقل سيف القمر وتزود من قوتك وتخترق للمستوى السادس من تدريب لتشي، كمان هتاخد مكافأة بطاقة شوانجي ومخطط لسلاح تشيمن السحري. تانغ بيكون مبسوط جدا بكل اللي بيوصل له ده وبيقول لنفسه دلوقتي بقى معايا سيف ب3 سيوف بتطير في 3 اتجاهات مختلفة، يبقى حد يجرؤ يقف في وشي بعد كده. بيطلب تانغ كمان من النظام انه يفتح له المخطط بتاع السلاح الجديد اللي هيصنعه وبيقول له النظام ان ده سلاح من مستوى التشيمن بيقدر انه يحدد الاهداف القريبة اللي ممكن تكون خطر على مالك السلاح السحري. بيحس تانغ ان السلاح ده هيبقى مفيد ليه خصوصا في الفترة دي لانه معرض للقتل في اي لحظة، فبيهتم اكتر وبيسأل النظام عن طريقة صقل السيف ده والمواد اللي هيحتاجها. فبيقول له النظام ان السيف ده محتاج رمل النجمي من مثل للنحاس وكمان قطعة من نار غريبة، وبيقول له النظام عن طريقة صقل السيف ده. تانغ بيسأله منين يجيب قطعة النار دي، فبيقول له النظام انها موجودة في كهف ينلغ في جبال ينيانغ. تانغ بيقول لنفسه الموضوع ده كبير وشكلها كده هتبقى رحلة مش سهلة عشان اقدر اجيب قطعة النار دي، بس لازم اعمل كده. وبيتحرك تانغ في الليل في منطقة جبال ينيانغ وبيروح ناحية الكهف، لكنه في طريقه بيلاقي وحوش نارية مقتولة على الارض وعمالة تنزف، ومن شكلهم بيحس تانغ انهم لسه مقتولين في وقت قريب واكيد اللي قتلهم قريب من هنا. في نفس الوقت ده وبالقرب من كهف النار بنشوف زونغ واقع على الارض مصاب بيحاول يهرب من نمر وحش بيهاجمه لكنه مش قادر، الوحش قوي جدا ومفيش مجال للهروب. وخلاص لما بيحس زونغ ان النمر محاصره وهيقتله في اللحظة دي بيظهر تانغ وبيهاجم الوحش بسيف القمر. سيوف الثلاثة بيهاجموا الوحش من اتجاهات مختلفة وبيقتلوه. زونغ اول ما بيشوف تانغ بيستغرب وبيسأله تانغ انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له مفيش حاجة انا كويس ما تقلقش، ما تفكرش انك انقذتني وان دلوقتي هشكرك. تانغ بيستغرب اسلوبه
ده، وبيقول لنفسه هو الراجل ده ليه على طول متضايق، وبيقول له ممكن تقول انت هنا ليه عشان اساعدك، حابب ارد لك الجميل اياه. فزونغ بيقول له بسبب الجميل اللي انا قدمته لك ده. شيك ما عجبهوش اللي عملته وعرف اني بكدب عليه، وعشان كده خطف اخويا الصغير ورموه في اعمق جزء من كهف يانلغ، ويمكن الوحش الغريب اللي موجود في الكهف يقتله في اي لحظه، عشان كده انا جيت انقذه. فتانغ بيقول له هو شيك ده مفيش حد قادر عليه، عموما انا موجود معاك وهساعدك. وبيدخلوا الاثنين للكهف اللي بيكون مرعب جدا ومليان بالبراكين والنيران والوحوش المخيف، لكن باستخدام اسلحه تانغ بيقدروا يعدوا من اي خطر لحد ما بيسمعوا صوت ناس، فبيستخبوا ورا جدار. وبيتصدم زونغ لما بيشوف اخوه شياو مربوط على صخره ومتحوط بالنيران، فبيجري عليه، لكن تانغ بيمنعه وبيقول له استنى خلينا نأمن الطريق الاول. فعلا زي ما بيفكر تانغ، شيك وزمايله بيكونوا موجودين في نفس المكان. شيك بيكون جايب قطعه من نيران الكهف وبيقول النار دي مختلفه جدا، ولو اخدتها وقتها ايرين هتشوفني بشكل مختلف ويمكن تحبني كمان. لكن فجاه بيظهر قدامهم طائر النار وبيهاجمه. شيك بيتعصب جدا وبيقول ازاي وحش مستوى ضعيف يجرؤ انه يهاجمني، وبيحاول انه يقتله. الوقت ده تانغ بيقول زونغ انه يحاول ينقذ اخوه شياو، وهو هيشتت شيك واللي معاه بعيد عنه لحد ما يفك اخوه ويهربه. وفعلا تانغ بيظهر قدام شيك وبيحاول انه يفك طائر النار اللي هم مكتفينه. وقتها شيك بيتعصب جدا وبيقول له انت شكلك عايز تموت. تانغ بيقول له ما انت عايز تموتني من بدري. ولما بيفك الطائر الناري بيضرب نيرانه على زونغ واللي معاه، فبيطلعوا يجروا بسرعه، وبيقدر تانغ انه ياخد قطعه النار اللي عايزها. نظام بيبارك لتانغ وبيقول له مبروك عليك قطعه النار الغريبه، وبكده تانغ بقى سهل عليه يعمل السلاح الجديد. اما زونغ فبيجري على اخوه اللي بيكون فاقد الوعي وبيحاول يفوقه وبياخده وبيمشي، وبيشكر زونغ تانغ على مساعدته ليه. فبيقول له تانغ ان اللي حصل ده بسببه، عشان كده كان لازم يدخل ويساعده. وبيتحركوا الاثنين ناحيه مدخل الكهف، وبيقول له تانغ ان شيك لسه بره واكيد انه عايش لانه بصفته طالب داخلي، فاكيد عنده اساليب كتير يقدر ينقذ نفسه بيها من طائر النار، عشان كده احنا لازم نمشي من هنا بسرعه من غير ما يشوفنا. وفعلا بيخرجوا الثلاثه من الكهف، ولكن شيك بيكون واقف لهم بالسيف وهو متعصب جدا، وبيقول لتانغ اثبت مكانك، انت مش هتخرج من هنا عايش، انت تسببت في موتهم زمايلي الاثنين اللي كانوا معايا ولازم انتقم ليهم. شياو بيقول له اكيد اللي قتلهم طائر النار، احنا مالنا. شيك بيكون متعصب جدا وبيقول لهم انتوا هتموتوا النهارده على ايدي، وبيستدعي شيك طائر الرعد بتاعه وبيأمره بقتلهم. تانغ فورا بيفعل مظله تيالو اللي بتحوطهم بهالة حمايه، ولكن الطائر الخاص بشيك بيقدر يكسر الهالة دي. وبيقول له شيك سلاحك السحري دلوقتي ملوش لازمه، وريني بقى هتقدر تنقذ نفسك واللي معاك ازاي مني. لكن وقتها طائر النار بيجي من ورا شيك وبيحاول يهاجمه، لكن شيك بيستخدم تعويذة الرعد اللي بتحوطه وبتحميه، وبيهرب طائر النار وبيرجع شيك يهاجمهم. فبيقف زونغ في وشه وبيحاول يقتله، لكن شيك بيكون اقوى منه. في اللحظه دي تانغ بيطلع سلاح سيف القمر وبيطلع قطعه النار وبيقتل بيها شيك، وبيطلب تانغ من زونغ انه ما يقولش لحد على اللي حصل، ولكن زونغ بيقول له انه انقذ حياته هو واخوه، فاكيد مش هيقول عليه اي حاجه تضره. وبياخد زونغ اخوه وبيمشوا. بيرجع تانغ للمدرسة، ولكن المرة دي بيكون في الجزء الخاص بالطلبة الداخليين واللي بتوفر لكل طالب بيت خاص بيه. عشان كده تانغ بيقرر انه ياخد جيانغ صاحبه يعيش معاه. جيانغ بيكون مبسوط جدا، لكنهم لما بيدخلوا البيت بيكتشفوا ان المكان ده كان عايش فيه فينغ طالب في الطائفة الداخلية، لكنه مات بسبب قتاله مع ناس في المكان ده. جيانغ بيقول لتانغ نغير المكان، لكن تانغ بيقول له مش لازم، الشيخ قال له ان مفيش اماكن فاضية غير ده في الوقت الحالي، خلينا نعيش فيه خلاص. وبيدي تانغ ورقة لجيانغ فيها طلبات وبيقول له معلش عايزك تجيبها لي وقت ما تكون فاضي. فجيانغ بيقراها وبيقول له دي ادوات من النحاس والميثريل تشترى عادي بالاحجار السحريه، لكن الرمل النجمي ده مش بيشترى، ده حاجه ممكن تلاقيها لانها مواد تدريب تشي نادره جدا من مستوى شوان. بيقول له تانغ طيب هات لي اللي تعرف تجيبه والباقي انا هتصرف فيه. بيقول له جيانغ حاضر انا هروح دلوقتي يلا سلام. وبيمشي جيانغ وبيسال تانغ النظام اجيب منين رمال النجوم، فبيقول له النظام هتلاقيها في سلاح ثقل الاجنحه عند البوابه الداخليه. تانغ بيروح بسرعه على المكان اللي قال له عليه النظام، ولكنه اول ما بيدخل من البوابه الداخليه بيلاقي المسؤول عن القسم ده هناك بنت اسمها تشينغ. بتقول له اهلا يا تانغ انا تشينغ مسؤوله القسم، وايرين اللي كانت خطيبتك تبقى زي اختي بالظبط، بتقولها بمكر كده. فتانغ بيفهم طريقتها وبيقول لها مش فارق مين هي اختك، انا جاي هنا عشان اسقل الاسلحه بتاعتي. فبتقول له في هنا فرن يو يقدر يسقل الاسلحه بتاعتك، تحب تستخدمه هروح اشغله لك. لكن تانغ بيوقفها وبيقول لها انت فاكراني عبيط، ده مش فرن صقل الاسلحه. فبتتعصب وبتقول له انت فاكرني بكدب عليك. في الوقت ده الباب بيتفتح وبيدخل الشيخ فانغ واحد من شيوخ المدرسه الداخليه. اول ما بيدخل تانغ بيعرفه بنفسه، وبيعرف فانغ ان تانغ هو الطالب المجند الجديد اللي جاي من البوابه الخارجيه. فانغ بيقول له انا سمعت انك شاطر كمان في صقل الاسلحه، فبيأكد تانغ على كلامه وبيقول له ان هو جه فعلا عشان يسقل سلاحه، لكن اللي حصل. وبيبص تانغ لتشينغ فبتكون هتعيط، صحيح ان بسبب علاقتها بايرين هي كانت عايزه تضر تانغ، لكن لو الشيخ فانغ عرف حاجه زي دي فيمكن تتعاقب. الشيخ بيقول له يا تانغ في فرن تكرير بجوده عاليه هناك في الاخر، روح استخدمه. فبيشكره تانغ وبيروح ناحيه فرن الصقل، لكن اول ما بيحط فيه قطعه الحديد النظام بيقول له ان في مشكله وفي حاجه غلط.
تانغ بيقول لنفسه ازاي ان في حد مش عايز ننجح ابدا فالموضوع ده، حتى انه لعب في بلورات النار المستخدمه كوقود. وطبعا تشينغ اللي عمل كل ده، وبتبقى واقفه بعيد تتفرج على تانغ وبتشوفه هيعمل ايه. فتانغ بيطلع قطعه النار الغريبه اللي معاه وبيستخدمها عشان يحل المشكله دي. تشينغ بتكون مش فاهمه ازاي الفرن اشتغل بالنار القويه دي رغم انها حاطه فيها بلورات نار من النوع الضعيف. الشيخ فانغ نفسه بيكون متفاجئ من قوه النار اللي خارجه من الفرن، وبيقول لنفسه عن تانغ انه ولد شاطر جدا ما بقالوش كتير موجود في البوابه الداخليه لانه قدر يتقن نوع من النار الغامضه. تانغ بقى بيكون مبسوط قوي بالنار اللي معاه دي لانها سهله في استخدامها وكمان قويه. وفعلا تانغ بيقدر انه يسكل قطعه الحديد باستخدام النار الغريبه ويطلع سلاح سحري من الدرجه المتوسطه. الشيخ فانغ بيسقف له وبيقول له برافو برافو، انا مبسوط بيك قوي، انت احسن بكتير من طلبه عندي بقالهم سنين هنا في البوابه الداخليه. من النهارده يا تانغ انت هتبقى طالب عندي. وبيقول فانغ لتشينغ روحي هاتي مخطوطتي القديمه لثقل الاسلحه واديها هديه لتانغ على شطارتك دي. تشينغ بتنفذ كلام المعلم وبيقول له تانغ شكرا ليك يا معلم فانغ على محبتك، بس انا كنت عايز اسال على حاجه، هي القواعد الاساسيه في الجناح ده لثقل الاسلحه موجوده في المخطوطه دي؟ فبيقول له فانغ ايوه موجوده، خد المخطوطه دي وذاكرها كويس وهي اكيد هتفيدك. على فكره الطالب اللي انا بحبه بدربه لحد ما يكون خبير متميز في ثقل الاسلحه. وبيمشي المعلم فانغ وبتضحك تشينغ بسخريه وبتقول لتانغ ما تفرحش قوي بكلام المعلم ليك، في الاول وفي الاخر ايه هو حجم قوتك. فتانغ بيقول لها انت مالك انت؟ فبتقول له في السنين الاخيره كان في كتير بيتقال عليهم عباقره، ولكن في الاخر المعلم فانغ اكتشف انها هاله بس بيعملوها حوالين نفسهم، وانا في الاخر الوحيده اللي قدرت اوصل للمكانه دي واكون خبيره في ثقل الاسلحه من مستوى شوان عالي الجوده، يعني انت متاخر عني كتير قوي. فبيتجاهلهم تانغ وبيسيبها وبيمشي وبيروح لفانغ وبيقول له يا زعيم هو في طريقه سريعه اقدر بيها اجيب نقاط جناح ثقل لتشي؟ فبيقول له اكيد في طريقه، بعد فتره طائفتنا تايشيان هتعمل مسابقه لثقل الاسلحه ولازم تحاول توصل للنهائيات، ولو كسبت هتاخد مكافآت كتيره جدا وهتبقى خبير في ثقل الاسلحه زي تشانغ، بس انت لسه داخل البوابه الداخليه واساسك لسه ضعيف، حاسس ان يمكن يكون صعب انك تنافس في مسابقه تدريب اللتشي؟ فتانغ بيقول له انا حابب اجرب. فبيضحك فانغ وبيقول له مفيش مشكله جرب مش هتخسر حاجه، وعشان خاطرك بقى انا هقدم لك تدريب اسبوع خاص ليك لوحدك. وبعد اسبوع بيجي ميعاد المسابقه اللي بيشارك فيها تانغ و12 لاعب تانيين. اغلب المشاركين بيكونوا مستغربين من وجود تانغ معاهم في المسابقه ومن جرأته رغم انه لسه داخل البوابه الداخليه من وقت قليل الا انه بيشارك في تحدي زي ده. وبتبدا المنافسه وبيكون عرض ثقل اول سلاح من نصيب تانغ اللي بيطلع على المسرح قدام متفرجين كتير وبيبدا في ثقل السلاح وبيصدم تانغ الكل بالنار اللي بيستخدمها واللي بتكون غريبه عليهم كلهم وقويه جدا، والكل بيتساءل هو جاب النار دي منين. وبتنجح تجربه تانغ وبيصدم الكل بما فيهم المعلم فانغ انه قدر يثقل سيف العنقاء. ايرين بتهاجمه وبتقول انه اكيد في غش وانه غالبا بدل الاسلحه، لكن تانغ بيضحك وبيقول لها يا ريت يكون عندك دليل ولا انا هقدم اتهامك ليا ده للشيخ، وقتها لازم اخد حقي لانك بتشوهي سمعتي. في الوقت ده المعلم فانغ بيعلن فوز تانغ في الجوله الاولى، وده لان سلاح العنقاء اللي صقله تانغ عنده القدره على استدعاء طائر العنقاء نفسه، ودي حاجه محدش قدر يعملها ابدا. الكل بيسقف لتانغ على شطارته وبيفوز تانغ بجوائز كتير وبيكون فرحان قوي وبيقول لنفسه النقطه اللي انا كسبتها في الجوله الاولى تكفيني استبدلها برمال النجوم اللي محتاجها في تكرير شيونجيان. وبيروح تانغ عند تشينغ وبيقول لها انه عايز يستبدل النقاط اللي معاه برمال النجوم، فبتنفذ له طلبه وهي متضايقه جدا. كمان بيقول لها انه عايز يأجر اوضه تكرير مستقله، بياخد تانغ منها رمال النجوم ومفتاح الاوضه وبيروح على هناك وبيبدا في ثقل سلاح شونجيان. في الوقت ده اير بتتصل على تشينغ وبتقول لها تشينغ ان تانغ اخد اوضه مستقله للتكرير. فاير بتقول لها حلو ده، عايزك تثبتيه جوه، مش عايزينه يخرج دلوقتي خالص. فتشينغ بتقول لها ما تقلقيش، ثقل الاسلحه مش حاجه سهله مهما كانت موهبته في عمليه الثقل من الاول للاخر، حتى لو فشلت في الاخر فعلى الاقل هتاخد لها ساعتين. الوقت ده بقى تعملي فيه اللي انت عايزاه. تانغ في الوقت ده بيكون بيحاول يثقل السلاح لكن النظام بيقول له انه فشل. تانغ بيستغرب جدا اول مره تحصل معاه، معقول عملي غلط؟ وبيقول له النظام انه محتاج ريشه طاووس. فتانغ بيقول له جايبها منين دي؟ النظام بيقول له هتلاقي واحده مع الشيخ سون. تانغ بيفكر طب واخدها منه ازاي؟ في نفس اللحظه تانغ بيلاقي الباب بيفتح عليه وبيدخل صن ومعاه عدد من الحراس. صن بيقول له انا سون نائب قائد قاعه انقاذ القانون، انت في حد مبلغ عنك انك معاك اسلحه معذوره، عشان كده انا جيت افتش بامر من محكمه القانون. فعلا بيبداوا في تفتيش تانغ ولكن طريقتهم بتكون غبيه جدا، وعشان كده تانغ بيقول لنفسه واضح ان في حد مسلطه عليا، حتى انهم بيكتفوا تانغ وبياخدوه لحد السكن بتاعه وبيفتشوا السكن
وبيطلع سون من سكن تانغ سلاح سحري مسكون بالارواح الشريره، وبيقول ان وجود سلاح زي ده معاه يوقف تدريبه ويطرد من الطائف. لكن تانغ بينكر معرفته بالسلاح ده، وبيقول لسون ان دي مكيده اتدبرت له، وانه فضل في اوضه التكرير اكتر من 3 ساعات ويمكن حد جه وحطها له في اوضته وهو مش موجود. وبيتهم تانغ سون كمان انه ممكن يكون هو اللي بيدعي على تهمه زي دي، فسون بيقول له انا مفيش بيني وبينك سابق معرفه عشان اتهمك اتهام زي ده. وبيامر سون رجالته انهم ياخدوا تانغ للمحاكمه في قاعه الشيوخ، ولكن بيروح تانغ بيلاقي إير هناك وبيتهمها قدام الكل انها هي اللي سلطت سون يعمل معاه كده. فإير بتقول له انت عايز تتهرب من جريمتك؟ زعيم المحاكمه بيقول له قول اللي عندك يا تانغ. فتانغ بيقول له انه ملوش اي علاقه بالسلاح ده. فسون بيقدم السلاح لزعيم المحاكمه وبيقول له ان تانغ بيكذب وان السلاح الاسود ده لقوه عنده في اوضته. فتانغ بيقول لزعيم المحاكمه لان مش انا اول شخص يكون عايش في الاوضه دي، وقبل كان في طالب غيري واتقتل فيها، فانا قررت ان احط مسجل فيديو في اوضتي تحسبا لاي خطر. فالزعيم بيقول له وريني المسجل الفيديو ده. فبيطلعوا تانغ وبيظهروا قدام الكل، وبيتضح فيه ان في شخص دخل اوضه تانغ وحط السلاح المحظور ده فيه عن قصد. وبيظهر ان الشخص ده من اللبس بتاعه انه تبع مركز القانون، وبكده الشخص ده تحت سيطره سون. وبيتهم تانغ سون وفريق القانون بتدبير مكايد ليه، وعشان كده زعيم المحاكمه بيؤمر بالقبض على سون. ايرين بتكون متضايقه جدا لان خطتها كمان المره دي فشلت ضد تانغ. اما تانغ فبيروح اوضته وبيقول لنفسه ايرين دي مستحيل تسيبني في حالي، انا لازم احسن قوتي في اسرع وقت. طاقتي السحريه وصلت للمرحله الاخيره من ثقل الليتشي، ومفيش طريقه ان نخترق العالم الكبير بشكل مباشر عن طريق تطوير الاسلحه، ودلوقتي ما بقاش فاضل غير فرصه واحده بس اقدر عن طريقها ان اوصل لمرحله عالم بناء الاساسيات. ولكن فجاه تانغ بيلاقي نفسه متحوط بمصفوفه ختم السحر، ودي يمكن تقتله لو قرر انه يواجهها. وبيعرف تانغ ان ده كله من تصرفات ايرين. بيفتح باب اوضته عشان يطلع منها بسرعه، لكن بيتفاجئ بعدد من الطلبه تبع ايرين ماسكين جيانغ وقاعدين يتدربوا فيه، لانه بيمنعهم يدخلوا اوضه تانغ وهو بيتدرب. تانغ اول ما بيشوف اللي بيحصل في صاحبه بيتجنن وبيفتح مقرب النار وبيوجهه عليهم، وبيقدر كمان يكسر هاله المصفوفه اللي محوطه البيت، وبيفتح المظله على جيانغ عشان تحميه، وبيكمل ضرب النار على الطلبه وبيخلص عليهم، وبيجري على جيانغ عشان يعالج اصاباته. وللاسف بيكتشف انهم قطعوا مسارات الطاقه بتاعته، واعضاء جسمه الداخليه كمان بتكون متضرره. عشان كده بيقول تانغ لنفسه لازم الاقي الاكسير اللي ينقذه في اسرع وقت ممكن. لكن في نفس الوقت بتظهر ليونشي قدامه وبتقول له انت رايح فين؟ بعد ما سرقت القماش بتاع فستاني خبيت اسلحه محظوره شريره في اوضتك ودلوقتي عايز تهرب؟ انت لازم تعتذر عن كل اللي عملته ده. فتانغ بيقول لها يا اختي الكبيره ليونشي، موضوع الاسلحه المحظوره دي تهمه اتلفقت لي، انت فاهمه غلط. فبتقول له طب والفستان؟ فبيقول لها فعلا انا اخدته وعملت بيه غطا لمظله تيالو. فبتتعصب ليونشي وبتقول له انت واحد غبي. فبيقول لها انا اسف، وقتها انا كنت مجرد طالب عادي وبشتغل كمان عشان اقدر اكل واشرب، وما كانش عندي اي خلفيه او موارد تساعدني اوصل للي انا عايزه. كان لازم اعمل اي حاجه عشان اخرج من المستنقع اللي كنت واقع فيه وابقى الشخص اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. انا عارف ان غلطت في حقك وانا مستعد لاي عقاب منك، لكن موضوع السلاح المحظور ده مش حقيقي، دي مؤامره من ايرين هي اللي كانت عايزه تتخلص مني بمساعده رئيس قاده الانقاذ. فبتصدقه ليونشي وبتنزل سلاحها اللي كانت رافعاه عليه بتهدده بيه، وبتقول له طب لو سمعت انك عملت اي مشاكل تاني انا بنفسي هاجي اقبض عليك واوديك للشرطه. فتانغ بيقول لها ماشي، بس انا دلوقتي لازم امشي عشان اقدر انقذ صديقي. فبتقول له ماله، ايه اللي حصل له؟ رجاله ايرين وسون من الشرطه كانوا عايزين يقتلوني، ولكن جيانغ منعهم عني وحاول يحميني، وللاسف اتصاب اصابات خطيره. فبتقول له خليني اكشف عليه. ولما بتشوف اليونشي بتقول لتانغ ده مسارات الطاقه بتاعته مقطوعه وقوته السحريه ضعيفه جدا، وكمان كل اعضاء جسمه الداخليه ومراكز طاقته مشوهه، صعب جدا ان الادويه العاديه تنقذه. فبيسالها تانغ بحزن طب انت شايفه ايه الحل؟ اعمل ايه؟ فبتقول له في حل بس صعب شويه. فبيقول لها تانغ ايا كان المطلوب انا هعمله، المهم انقذ اخويا وصاحبي. فبتقول له اليونشي في كنز شفاء ده اسمه يمون تشينان، بيتقال ان الكنز ده قادر يشفي لحم وعظم الانسان طالما الانسان لسه فيه الروح. بتلة اللوتس بتاعته قادره انها ترجع تشكل مسارات طاقه جديده، وقطرات ندى قلب اللوتس قادره تجدد الاعضاء الداخليه الخمسه. فتانغ بيقول لها انا لازم ادور عليه والاقيه. فبتقول له هتلاقي الكنز ده في كاين شيمان، الملك السابق ليه كان اخويا الكبير لوفان. من 3 سنين اخويا فينغ راح يتدرب وما رجعش تاني واختفى، وكذلك يموت شينان اختفى معاه. فتانغ بيتنح شويه وبيقول لها انا حاسس الاسم ده مألوف قوي بالنسبه لي. فاليونشي بتقول له ايوه لازم يكون مألوف بالنسبه ليك لان ده اسم الشخص اللي كان قاعد في بيتك قبلك. تانغ بيتصدم وبيقول لها جناح النجوم اللي انا قاعد فيه كان ملك للاخ لوفينغ، طب ما يمكن الكنز ده موجود في الاوضه. فبتقول له مستحيل، الطائفه كلها اتفتشت بعد اختفاء لوفينغ ومفيش وجود ليه ولا للكنز. في اخر فتره حاولت اداره انقاذ القانون انهم يحبسوه، وحفروا 3 اقدام في ارض جناح النجوم لو كان في حاجه كان اكتشفوها فعلا. فتانغ بيبص لصاحبه المريض وبيقول لها بس مهما كان الثمن انا لازم ادور عليه والاقيه. فاليونشي بتقول له جناح شنغ شان دلوقتي محمي من الناس في قاعه انقاذ القانون، هتدخل ازاي؟ فبيقول لها مش عارف بس هلاقي حل.
فبتقول له انا هساعدك في نص الليل، انا هبقى مسؤول عن تشتيت انتباه الحراس بره جناح شنغ شن، انت بقى استغل الفرصه عشان تدخل للباب الخلفي. فبيقول لها تانغ ماشي يا اختي شكرا ليك. فعلا في نص الليل ليونشي بتروح للحراس اللي واقفين عند الباب الخلفي وبتقف تتكلم معاهم وتقول لهم قبضتوا على الخان اللي اسمه تانغ. فبيقولوا لها ان هو بيلواهم وانهم مش عارفين يمسكوه وان زعيمهم سون خرج من السجن وان هو اللي هيقبض عليه بعد ما يكشف حقيقته. ليونشي بتفضل تتكلم معاهم لحد ما بيقدر تانغ انه يدخل من وراهم للباب الخلفي، ولما بيدخل بيتصدم ان سون موجود جوه وان هو كمان جاي عشان يدور على الكنز اللي خباله فانغ وهو كنز يمور تشينان. سون بيكون جايب معاه الكرسي الخشبي اللي هيقدر بيه انه يفك التشكيل اللي عامله على كنز زهرة اللوتس وياخدها، وبيكون هدف سون انه يرفع مستوى زراعته بعد ما ياخد الكنز ويقدر يوصل لمنصب زعيم الطائفة. تانغ بيكون واقف يتفرج عليه من بعيد وبيتأكد من وجود الكنز اللي هينقذ حياة صاحبه في نفس المكان، عشان كده بيقرر انه يستنى لحد ما يلاقي سون الكنز ويقتله وياخده منه. وفعلا بيقدر سون انه يفكك التشكيل اللي معمول على الكنز وبيفرح جدا وبيقول لنفسه اخيرا اللي يموت شينان بقت ملكي. ولكن قبل ما يمسكها سون بايده بيظهر تانغ وبيزقه بعيد. سون بيتعصب وبيقول له انت ازاي تتجرأ تدخل هنا. بيحدف عليه تانغ سيوف الطائره، لكن سون بيفعل تعويذه حمايه بتفشل السيوف في انها تكسرها، ولكن اسمها مظله تيالو، ولكن اسهم مظله تيالو بتنجح في انها تكسر التعويذه وتخترق جسم سون نفسه. وبيقول له تانغ انت لفقت لي تهمه بالباطل ودلوقتي انا هخليك تدفع الثمن. ولما بيواجه تانغ سون بكل اللي عمله بيعترف بكل حاجه. في الوقت ده ليونشي نفسها بتسمعه وبتدخل القاعه وبتساعد تانغ في قتل سون لانه بياخد الكنز وبيطلع يجري، فبيقتلوه وبياخد تانغ الكنز منه. وبتخرج ليونشي عشان تشوف الوضع بره وبترجع تقول لتانغ اهرب بسرعه رجاله مركز القانون هنا، وبتطلب منه ياخد صاحبه جيانغ ويمشوا في اسرع وقت ويخرجوا من الباب الخلفي وهي هتحميهم. تانغ بيقول لها هتعملي ايه؟ سون مات وهيشك فيكي وانا مستحيل ارضى باذيتك. فبتقول له ما تقلقش عليا، ما حدش هيعمل لي حاجه، انا طالب داخلي هقول اني جيت هنا لما سمعت صوت دوشه. تانغ بيقول لها انا مش عارف اشكرك ازاي على كل اللي عملتيه معايا. وفعلا بياخد تانغ جيانغ على ظهره وبيهرب بيه الكهف بعيد. في نفس الوقت بتخرج لينشي للساحه بره وبتصرخ بعلو صوتها ان في حد قتل القائد سون. تانغ بيحاول ينقذ حياه صاحبه في اسرع وقت، وفعلا بيطلع كنز يموت شينان من الشنطه وبينزل الكنز نقط الشفاء في بق جيانغ. وفي الوقت ده النظام بيقول لتانغ ان كنز يموت شينان بيصلح مسارات الطاقه المتضرره عند جيانغ واكيد هيفوق في وقت اقرب. بيقعد تانغ جنب جيانغ مستنيه فوق، وفي نفس الوقت بيطلع باقي الكنوز اللي كانت معاه في الشنطه واللي اخدها من سون، وبيتفاجأ بوجود ريشه طاووس وهي دي اللي كان محتاجها عشان يصنع السلاح الجديد بتاعه. وبيقول تانغ لنفسه بمجرد تكرير الريشه دي هقدر استعيد برج الطائر الازرق لطائر اللهب. في الوقت ده جيانغ بيفتح عينه وبيبدا يستعيد وعيه. اول ما بيشوف تانغ بيقول له ايه ده؟ هو انا لسه عايش؟ تانغ بيقول له يرتاح وما يتحركش كتير لحد ما صحته تستقر. وبيكمل وبيقول له صحيح ان كنز يموت شينان انقذ حياتك لكن انت لسه ما استرجعتش قوتك السحريه. جيانغ بيقول له انت انقذت حياتي يا تانغ ومن النهارده لازم ارد لك الجميل ده. فبيقول له تانغ من اللي انت وصلت له ده بسبب انك كنت بتحميني ومش عايز حد يأذيني، مش عايزين نتكلم دلوقتي ونتعبك، اهم حاجه عندي دلوقتي انك ترتاح كويس عشان لما تخف عايز اطلب منك طلب. وبياخد جيانغ وقت كافي من الراحه، ولما بيصحى وبيلاقي تانغ انه بقى احسن بيطلب منه انه يحميه لانه عايز يبدا في تكرير برج الطائر الازرق. فجيانغ بيقول له اشتغل وما تقلقش انا مش هخلي حد يضايقك. وفعلا بيبدا تانغ وبيطلع الادوات اللي هيحتاجها في المهمه دي، وبيقول لنفسه صحيح انا مش معايا فرن تكرير لكن عندي نار شوان لينغ الحقيقيه واكيد تاثيرها هيبقى كويس. وبيبدا تانغ في تنفيذ مهمته، وجيانغ على مسافه منه بيراقب الوضع وبيحميه من اي تدخل خارجي. وبعد وقت مش طويل بينجح تانغ وبيقول له النظام الف مبروك قدرت تثقل سلاح السحري متوسط المستوى من فئه شوان، الف مبروك على اختراقك لعالم النواه الذهبيه. وبيدي النظام لتانغ مكافآت اضافيه، مخططات سلاح سحري من مستوى عالي من فئه شوان. تانغ بيفرح جدا وبيقول لنفسه ده كنز يخلي شيوخ الطائفه الداخليه نفسهم يغيروا مني. وبيطلب تانغ من النظام انه يوريه المخططات دي عشان يشوفها. فبيقول له النظام عندك كتالوج الجبال والبحار، ده سلاح سحري من مستوى عالي. فتانغ بيفرح جدا بالسلاح ده وبقوته، لكنه فجأة بيسمع صوت جيانغ بيقول له يوقف اللي بيعمله لأن في حد جاي. بيخرج تانغ بره الكاف وبيلاقي جيانغ بيمنع ليونشي من إنها تدخل. فبيقول له تانغ حصل حاجة ولا إيه؟ فبتقول له الطاقة السحرية بتاعة النار اللي معاك اللي خرجت من شوية من تكرير طاقتك قوية جدا، الطائفة كلها حست بيها ودلوقتي رجال قاعة الإنقاذ في طريقهم لهنا، لازم تهربوا بسرعة. وبتقول له كمان إنه لازم ياخد باله من نفسه لأنه بقى صعب عليها تساعدهم تاني وإلا هتتضرر. تانغ بيتفهم موقفها وبيقول لها شكرا على كل مساعداتك، وبياخد جيانغ وبيهربوا في اتجاه الغاب. لكن في نفس الوقت رجاله الانقاذ بيشوفوه وبيفضلوا يجروا وراهم وبيهاجموهم بالسيوف. تانغ بيفعل هالة الحمايه بتاعه مظله تيالو وبيهاجمهم بسيف القمر بالمواهب الثلاث، وكمان بيوجه عليهم نار شوان لغ القويه
بيقفل الطريق عليهم وبياخد جيانغ وبيكملوا جري وبيوصلوا المكان يستخبوا فيه، وبيقعد تانغ يتدرب. لكن جيانغ بيكون متضايق جدا وبيقول له احنا هنعمل ايه بعد كده؟ احنا هنفضل هربانين ومستخبيين كده طول عمرنا؟ فتانغ بيقول له احنا نهرب ونستخبى ليه؟ فبيقول له جيانغ لان احنا دلوقتي بالنسبه لطائفه زيشان خونه، وايرين مش هتسيبنا نهرب كتير. في الوقت ده تانغ بيكون مشغول في اختراقه لعالم النواه الذهبيه، وبيقول لنفسه حتى عالم النواه الذهبيه والسلاح بالمستوى الغامض كل دول مش كفايه، انا مش خصم قوي قدام ايرين، لان ايرين واقف وراها طائفه زيشان كلها وعشان اقتلها وش لوش فكاني بموت نفسي. وبيقول لي جيانغ ايرين كل هدفها ان اهرب زي الكلب، وانا قررت اني مش هستسلم ولازم اواجه. وبيوريه تانغ برج تشينك وبيقول له انا من خلال البرج ده يقدر يروض وحش سحر قوي، وهي دي هتبقى الورقه الكسبانه اللي معانا. فجيانغ بيقول له ازاي؟ تانغ بيقول له انا لسه فاكر ازاي الطائر الناري اتصاب بجروح قويه على ايد شيك، واظن هو ده اللي هيبقى مناسب لينا. انا عندي سلاح سحري بيخليني اقدر اخلي الوحوش المصابه بجروح خطيره تستسلم ليا. جيانغ بيقول له طب هو اخر مره لما كان مصاب كان في كهف الكلين، لسه موجود هناك؟ فتانغ بيقول له يلا بينا خلينا نروح نشوفه. جيانغ بيخاف وبيقول له هنروح للمكان الخطير ده مره تانية. تانغ بيقول له ما تخافش طول ما انا معاك، انا مش هخلي حاجه تاذيك. جيانغ بيقول له انا واثق فيك يا اخويا. وبيروحوا الاثنين لكهف الكلين الناري، وبيلاقي تانغ طائر اللهب هناك فعلا، وبيحاول يعالج جروحه بالمياه الناريه اللي موجوده في الكهف، وبيبان ان الطائر مصاب جدا. وبيطلع تانغ برج تشينك وبيقول لجيانغ لازم نحاول ندخله جوه البرج بحرص شديد والا يمكن يهرب مننا. جيانغ بيقول له طب ايه الحل؟ تانغ بيساله ايه اكتر حاجه بيحب الوحش ده انه ياكلها. جيانغ بيقول له انا مش عارف بصراحه، كان عندي نسر عادي في فتره كده وكان بيحب ياكل مراره التعبان. فتانغ بيقول له طيب خلينا نجرب. وبيروح تانغ يدور على ثعبان ناري في الكهف وبيذبحه بالسكينه وبيرميه كطعمه قدام النسر الناري، وبيقفوا بعيد يراقبوه. وبمجرد ما بيقرب النسر الناري من الثعبان بيطلع تانغ سيف القمر بالمواهب الثلاث وبيهاجم النسر الناري لكنه مش بيقدر عليه. فبيقرر تانغ انه يطلع قطعه النار الغريبه من شوانلغ وبيهاجم بيها النسر، لكنه المره دي ما بيقدرش يقاوم وبيقع على الارض. وبينجح تانغ في انه يقبض عليه وبيستدعي برج تشينج وبيدخله جواه. جيانغ بيكون مبسوط جدا وبيقول لتانغ سلاحك ده قوي جدا. فتانغ بيقول له دي لسه اول خطوه. وبعد لحظات بيطلعوا تانغ من البرج وبيكون مطيع جدا ليه وبينفذ كل اوامره. وبينجح تانغ في انه يعالج كل اصاباته وبيدخله تانغ مره تانية جوه البرج. وبيسال جيانغ تانغ وبيقول له احنا كده هنرجع دلوقتي للطائفه؟ فتانغ بيقول له لا احنا هنعيش هنا في كهف الكلين. جيانغ بيتصدم وبيقول له هنعيش هنا؟ طب ازاي؟ مفيش هنا غير صخور ناريه. فتانغ بيقول له مش هينفع نرجع للطائفه غير لما اجمع كل الادله اللي تدين ايرين عشان اقدر اواجهها. بيقول له جيانغ وده ايه علاقته باننا نكون هنا؟ فتانغ بيقول له اولا احنا لازم نبقى قريبين من الطائفه عشان نقدر نتابع كل حاجه ونراقب ايرين كويس، وكمان عشان المكان ده محدش هيقدر يلاقينا فيه فنقدر نستخبى فيه براحتنا، وكمان قوه النار السحريه متوفره هنا كفايه ودي اللي هتقدر تغطي على تقلبات قوتي السحريه في وقت ما انا بتدرب على التشي، فمش هيحصل زي اللي حصل المره اللي فاتت لما كنا في الكهف ووصل نتائج عمليه التكرير للطائفه. فاهم؟ جيانغ بيقول له فهمتك عندك حق. وبيقعد تانغ يتدرب وبيطلب من النظام انه يفتح له كتالوج الجبل والنهر، وبيلاقي تانغ انه محتاج عناصر 5 عشان يقدر يصنع سلاحه الجديد، وبيقول انه يقدر بيهم يثقل سلاح من مستوى الارض. وبيقول تانغ لنفسه ان السلاح ده هيكون اول مفاجاه يقدمها لايرين. وبيسال تانغ جيانغ عن عدد الاحجار السحريه اللي فاضله معاهم، فبيقول له جيانغ ما بقاش فاضل غير 10. كان معانا فلوس كتير جدا لكن كلها خلصت على تدريبك. تانغ بيقول له ان معاهم كنوز ما تتقدرش بثمن وانه هيلاقي طريقه يكسبوا بيها فلوس. وبيساله انت بقالك زمن عايش في الطائفه دي، تعرف طريقه نكسب منها الفلوس بسرعه او نلاقي بيها حاجات قيمه وغاليه؟ فبيفكر جيانغ وبيقول له ايوه في بره طائفه زيشان في منطقه بيتجمع فيها المزارعين من كل مكان على مدار السنه وبيعملوا سوق. فتانغ بيقول له باستغراب وايه الحاجات الغاليه اللي هنقدر نلاقيها هناك؟ فبيقول له جيانغ الفكره مش في السوق، الفكره في النشاط اللي بيتعمل جوه السوق، نشاط اسمه ثقل الاسلحه والمغامره. تانغ بيقول له ده نظام مراهنات يعني؟ جيانغ بيقول له ايوه يعني في طرفين كل واحد فيهم بيقدم المواد اللي معاه وبيتراهنوا وبيعملوا ثقل للاسلحه في الموقع، واللي يقدر يثقل سلاح سحري بمستوى اعلى بيفوز بكل المواد وبيكسب الرهان. يا تانغ لو اعتمدت على مهاراتك في ثقل الاسلحه ورحت لهناك فانت هتكسب اي حد موجود في السوق ده. فالفكره بتعجب تانغ وبيقول له جيانغ ان الرهانات هناك كلها كويسه ولكن القواعد صعبه شويه، وكمان انا سمعت ان الشغل ده اصلا تبع ايرين. فتانغ بيقول له طالما تبع ايرين يبقى لازم اروح. فعلا بيروح تانغ وبيقابل المسؤول هناك اللي اسمه مافي وبيقول له انه عايز يراهن وبيدفع تانغ الاحجار السحريه اللي معاه. مافي بيكون سخيف شويه وبيسال تانغ عن هويته واصله. فتانغ بيقول له انت مالك بكل ده؟ انا جاي اراهن بس. مافي بيقول له انت عارف القواعد بتاعتنا؟
تانغ بيقول له ايوه عارف كل حاجه وحابب اتحداك انت شخصيا. فبيقول له مافي انت جريء قوي وهتندم على جرأتك دي. وبيقدم مافي مخطط لسلاح سحري من مستوى شوان وبيكون درع السحر الاسطوري. وبيقول مافي لتانغ انهم يتراهنوا على محاوله ثقل السلاح ده، واللي هيطلع السلاح بجوده احسن هيبقى هو الفائز، والكسبان هو اللي هيفوز بكل الرهان والادوات. وبيقول له مافي انه معاه نوعين من النار الغريبه اللي هيستخدمها في الثقل ودي هتكون نقطه قوه عنده. لكن تانغ كمان عنده نار شوان لغ وبيبدا الرهان، وكل واحد واقف قدام فرن التكرير وبيثقل السلاح، والناس كلها واقفه متحمسه وبتشجع. وبيلاحظ مافي ان قوه نار الفرن بتاعه التانغ افضل بكتير منه، وده بيخليه يتوتر، وكل المتفرجين بيكونوا معجبين باساليب تانغ في ثقل السلاح. تانغ بيحط المواد اللي محتاجها في فرن التكرير وبينجح في انه يطلع من الفرن تنين ناري بدرع احمر، على عكس مافي اللي بيفشل وبينفجر الفرن بتاعه وبيصاب. النظام بيقول لتانغ مبروك عليك، قدرت تثقل تنين ناري بدرع حامي احمر وزادت قوتك وقدرت تخترق. الناس بيكونوا واقفين يتفرجوا على تانغ ومنبهرين بيه جدا، وبتكون دي اول مره يشوفوا خبير في ثقل الاسلحه بالطريقه دي. تانغ بيقول لمافي ايه رايك دلوقتي انا اللي فزت بالرهان؟ فمافي بيقول له ايوه انا اعترفت بهزيمتي قدامك، انا استقليت بيك وبقوتك. وبيخرج تانغ من المكان بعد ما بياخد كل المواد بتاعت مافي، لكن في طريقه بيتفاجئ بمافي ورجالته واقفين في وشه. مافي بيقول له انت فاكر ان هسيبك تاخد حاجتي كده وتمشي عادي بكل سهوله؟ انا عملت كده قدام الناس اللي جوه بس عشان محدش يقلل في مصداقيتنا، لكن انت غلبان قوي لانك اتجرأت تقف في وشي. تانغ بيقول له انت اللي جيت ووقفت في وشي دلوقتي، فمش عايزك تندم على اللي هعمله. بيهاجم رجاله مافي تانغ بالسيوف، لكن تانغ بيحمي نفسه بمظله تيالو وبيستخدم سيف القمر ونار شوانلغ وبيهزم كل رجاله مافي. مافي بيكون مصدوم من اللي حصل وبيحس انه ورط نفسه مع تانغ وبيقعد يتاسف له ويطلب منه يسامحه. وبيعترف مافي انه من اتباع ايرين وانها هي اللي حرضته على قتله. تانغ بيزيد غضبه ناحيه ايرين وبيقتل مافي وبياخد الكنوز اللي جمعها والاحجار السحريه وبيروح يديها لجيانغ وبيقول له خد الحاجات دي وروح استناني في المكان اللي اتفقنا عليه. جيانغ بيقول له حاضر يا اخويا، وبيلبس تانغ زي قناع اسود في اسود وبيداري وشه وبيروح لمخزن بيت المغامره اللي كان بيتراهن فيه من شويه وبيلاقي فيه كنوز كتيره. وبيقول تانغ انها اكيد ملك ايرين اللي جمعتها على مدار السنين عن طريق الرهانات، ولكنه فجاه بيلاقي نفسه متحوط بالحراس اللي بيقولوا انت مين وازاي تتجرأ انك تيجي هنا، وبيهاجموه لكنه بيقتلهم واحد ورا التاني بكل سهوله. وبيشوف تانغ خاتم الفضاء وده اكبر كنز موجود هناك، ولكنه متحوط بتشكيل قاتل عشان محدش يقدر يقرب منه. فبيطلع تانغ النسر الناري من برج تشينكو وبيأمره بكسر التشكيل وبياخد تانغ الخاتم. في الوقت ده بتدخل مساعده ايرين وبتقول له انت مين وازاي تسرق ممتلكات خاصه زي دي. فتانغ بيضحك وبيقول لها صدقيني كل الممتلكات الخاصه اللي بتتكلمي عنها دي هي مسروقه برضه. وبيقول لها تانغ وبيخرج وبيهرب تانغ بسرعه من المكان، وبعد ما بيولع فيه كله وبيكون مبسوط جدا لان ايرين بمجرد ما بتعرف الخبر هتموت من غيظها. وبيقول تانغ لنفسه انت لسه ما شفتش انتقامي يا ايرين، انا هخليك تندمي على كل حاجه عملتيها معايا. وبيرجع تانغ لجيانغ اللي بيكون قلقان عليه جدا وبيقول له تانغ على كل اللي حصل وانه قدر يدمر بيت المغامره بتاع ايرين وكمان ياخد الكنوز اللي فيه وخاتم الفضاء. فجيانغ بيساله ايه اللي ممكن يكون موجود جوه خاتم الفضاء ده، فبيصدمه تانغ لما بيقول له انه مليان بالاحجار السحريه تكفيهم يشتروا كل مواد شونجي. بيوريه تانغ كمان كنوز تانية كتير وبيكون جيانغ مبسوط جدا. من ضمن الكنوز دي اسرار على العالم السحري وادله كتير ليه. وبيقول تانغ ان الادله بتفيد ان العالم السحر التاسع استخدمته ايرين في تشكيل سر تاني ليها. بيساله جيانغ والتشكيل ده خطير، فبيقول له تانغ حتى لو كان خطير لازم اروح له، طالما ايرين معاها تربه العالم ده فلازم اخدها. فبيساله جيانغ مفيش اي حاجه من اللي وصلنا لها دي تدين ايرين. فبيقول له تانغ للاسف لا كل حاجه ظاهره حوالين وكر المغامره ده والمساعده بتاعتها دي بتاخد بالها من كل حاجه، لكن مفيش اي دليل يدين ايرين بشكل مباشر. جيانغ بيتضايق جدا وبيقول له قد ايه الست الخبيثه دي رغم كل عمايلها السوداء الا اننا مش قادرين ندانها باي حاجه، بس هتروح مننا فين؟ قريب قوي هنقضي عليها. تانغ بيقول له ما تقلقش انا كمان عندي خطه. جبل الصخره يعتبر منجم خاص لكل اعمال ايرين السريه، انا عايز اسيطر على المنجم ده كله، وعشان اقدر ادخل المدينه وادمر المنجم بتاعها محتاج حاجه مهمه. وبياخد تانغ جيانغ وبيدعوا انهم ضباط، وبيروح واحد من المحلات في المدينه واللي بيبيع كل انواع التمائم وادوات الختم. بيقول له تانغ انه محتاج احجار جبل قويه، فبيساله صاحب المحل انت ناوي تستكشف جبل عشان تدور على كنوز؟ انت وصلت للمكان الصح، انا عايزك تتفرج على كنوز المحل بتاعتنا. عندنا هنا تميمة تحويل التنين وقطعة واحدة منها لو اتحطت اسفل التل تقدر تدمره في ثانية. تانغ بيسأله عن سعرها وبيشتريها وبيقول له طب انا عايز تعويذة حفر تانية ولكن تكون اقوى من دي. فبيقول له صاحب المحل حاضر هجيب لك، وبيشتري تانغ كل اللي محتاجه وبيخرج. وبيروحوا الاتنين على مكان المنجم اللي بيكون مليان بالحراس. جيانغ بيقول له هندخل ازاي؟ فتانغ بيقول له سطح المنجم ده مصنوع من الحديد وعلى عمق 100 متر تحت الارض في منجم تشانغ للحديد الحقيقي. احنا هدفنا اننا نحفر في المنطقه دي عشان ندمر اساس العالم السحر التاسع، وبكده نقطه مركز قوه ايرين بيمسك كل واحد فيهم تعويذه اخفاء.
احنا هدفنا اننا نحفر في المنطقة دي عشان ندمر اساس العالم السحر التاسع ونقطة مركز قوة ايرين. بيمسك كل واحد فيهم تعويذة اخفاء وبيقدروا انهم يتخفوا ويدخلوا المنجم من غير ما حد يشوفهم، وبيلاقوا فيه لبس للحراس بتوع المنجم بيتنكروا فيه وبيلبسوه وبيتحركوا بين العاملين في المكان كأنهم شغالين في المنجم. وبيجي زعيمهم وبيقول لكل الموجودين في المنجم يشتغلوا بهمة اكتر، وبيقول جيانغ لتانغ ليه حاسس ان الناس اللي شغالين هنا كأنهم روبوتات من غير ارواح. فتانغ بيقول له الظاهر ان مستوى الزراعة مقيد بالحظر. جيانغ بيقول له انت قصدك انهم ممكن يكونوا مجبورين على وجودهم هنا. فجأة بيشوفوا راجل كبير موجود في المكان شكله مش مريح. جيانغ بيبص له وبيقول لتانغ مين الراجل ده؟ فتانغ بيزعله وبيقول له ما تبصلوش الراجل ده خطير. وبيفضلوا يتحركوا جوه المنجم لحد ما بيوصلوا لابعد نقطه فيه، ولما بيدخلوها بيتصدموا من اللي بيشوفوه. بيتصدم يانغ وجيانغ لانهم بيشوفوا جوه المكان ده اشخاص كتير كل واحد فيهم محطوط في قفص ومحبوس فيه. جيانغ بيتضايق جدا وبيقول له كل دول مزارعين عاديين محبوسين. ولما بيلاقوا القائد ده ظهر مره بيستخبوا في جنبه وبيراقبوه وبيسمعوه بيقول للحراس ان الشيخ سو استثمر مجموعه من احجار الدم، وان لحد دلوقتي طاقه المذبح وصلت ل 70%. فبيجي واحد من الشيوخ وبيقول له بس ده مش كفايه. تانغ بيفهم ان المذبح ده هو نفس المكان اللي هم واقفين فيه واللي محبوس فيه الناس في الاقفاص، وانهم بيستخدموهم كضحايا عشان يستثمروا كل طاقتهم. وبيقول الشيخ للقائد ان الست الكبيره على وشك انها تحقق اختراق وانها محتاجه الانقى اكسير دم. وبيقول له كمان ان يرمي الناس اللي موجوده في الاقفاص دي في البحر لانهم اخدوا كل طاقتهم وما بقاش ليهم اي لازمه دلوقتي. فعلا كلهم بيكون باين عليهم التعب الشديد والارهاق بعد استنفاذ طاقتهم. وبيقول له الشيخ انه يدور على 500 مزارع غيرهم عشان يحطهم في المذبح. جيانغ وتانغ بيكونوا واقفين من بعيد سامعين كل اللي بيتقال. جيانغ بيكون مصدوم ومتعصب جدا ازاي يتعاملوا مع ارواح الناس بالشكل ده، وبيقول لتانغ وهو متعصب جدا ايه الناس الشريره دي؟ ايه ده؟ في حد كده؟ وبيطلب من تانغ انه يقتلهم. فتانغ بيقول له اقتلهم ازاي؟ الشيخ ده في قمه العالم الذهبي وفي غيره متدربين من عوالم تاني، لو اتعاملنا التهور ممكن نموت هنا زي الناس دي. جيانغ بيزعل جدا وبيحس انه ما باليد حيله، لكن تانغ بيقول له خلينا نستنى لحد ما يبقى الشيخ سو لوحده وبعدها هنتعامل. وفعلا بيفضلوا يتحركوا ورا سو ويراقبوه لحد ما بيكتشف وجودهم وبيقول لهم اطلعوا، وبيهاجمهم سو بقوه كره النار السحريه وبتكون هتيجي في جيانغ. فتانغ بيزقه وبتخبط الكره فيه هو وبيصاب تانغ، ولكن تانغ بيتعامل بسرعه وبيطلع النسر الناري من البرج بتاعه. وبيتصدم الشيخ سو لما بيشوفه وبيسال تانغ وبيقول له انت مين بالظبط؟ وبيخبط تانغ بكره تانيه من النار، لكن تانغ بيفعل تعويذه سور الحمايه وبيقدر يصد كره النار. وبيهاجم النسر الشيخ سو وبيتسبب في اصابته. بيحاول سو انه يهرب لكن ضربات الرعد المزدوجه بتاعه النسر الناري بتمنعه وبتقتله. وبيموت سو. بيقول تانغ لجيانغ خد اي كنوز معاه ونضف المكان من اي اثر للجريمه. وبيروح تانغ على المذبح وبيخرج كل اللي محبوسين في الاقفاص. وبيخرج من بين الناس دي راجل عجوز جدا وبيشكر تانغ على مساعدته ليهم وبيساله هو السيد لو فينغ هو اللي طلب منك تنقذنا؟ فبيستغرب تانغ سؤاله وبيقول له انت تعرف الاخ لو فينغ؟ فبيقول له العجوز ان لو فينغ جه المكان ده من 3 سنين ووعدنا انه يرجع وينقذنا، وساب لينا قطعه قلاده من اليشم فيها هويته وخليتها معايا وفضلنا في المكان ده على امل انه يرجع وينقذنا، ولكن للاسف لحد دلوقتي مفيش اي اخبار عنه. فتانغ بيستغرب جدا الكلام ده وبيقول لنفسه من 3 سنين برضه اختفى لو فينغ، ودلوقتي انا كده فهمت طلع اختفاء لو فينغ ليه علاقه بعيله ايرين. وبيقول تانغ للعجوز هبقى اقول لك بعدين بس المهم دلوقتي خلينا نهرب من هنا بسرعه. وبياخدهم تانغ وبيطلعوا من المذبح وبيهد المكان بتعويذة التنين. وبياخد تانغ ممتلكات سول اللي كانت معاه في جيبه وكمان القلاده الخاصه بلو فينغ وبيروح لليونشي وبتساله ليونشي ايه الحاجات دي، فبيقول لها ده الدليل على ان شغل ايرين بيضر بالناس. وبيحكي لها تانغ على كل اللي حصل وبيقول لها ان منجم ايرين وعائلتها ما هو الا غطاء لاعمالهم الشريره واستغلال المزارعين العاديين وسرقه طاقتهم عشان مصلحتها. بتتصدم ليونشي لما بتعرف وبتقول له فعلا لو فينغ من 3 سنين قال لها انه رايح يحقق في موضوع معين بحكم علاقتهم القويه، وانه من بعدها ما رجعش، لكنها ما كانتش تتخيل ابدا ان اختفائه بسبب عيله ايرين. فبيقول لها تانغ في المنجم عيله ايرين بيستخدموا اساليب قاسيه جدا مع المزارعين، واللي بيحصل ده منافي لكل قوانين الطائف، وانهم لازم يكشفوا ايرين وعيلتها وبكده تبقى هي انتقمت لصديقها واخوها الكبير لو فينغ. فاليونشي بتكون متضايقه جدا وبتقول لها ان اخر يوم شافت فيه لو فينغ كان بيعمل تحقيق وكان بيقول ان في خاين في الطائفه بينقل الموارد بتاعتنا في السر، وبيتقال ان لو شاف اخر مره في مكان محظور اسمه بركه يوتشان. تانغ بيقول لها ايوه انا عارفها. ليونشي بتقول انا رحت هناك قبل كده لكن ما لقيتش حاجه، الغريب ان طاقه المكان ده مختلفه وحسيت ان في هناك سر مخفي. وبتقول له ليونشي كمان انها هتعمل اي حاجه عشان تساعده يكشف شر ايرين وعائلتها وبكده تنتقم لصديقها لو فينغ. وبياخد تانغ جيانغ وبيروحوا لبركه يوتشان وبيقول له جيانغ المكان ده مش مريح خالص وكمان مش شايف ان في حاجه،
معقول تكون معلومات الانسه ليونشي غلط. فتانغ بيقول له لوفانغ اتشاف هنا اخر مره، فايه السبب اللي خلاه يجي هنا؟ اكيد في سر. وبيطلع تانغ مرايه القمر وبيقول لها تستكشف البحيره، وبيفهم تانغ منها ان في قوه حقد كبيره جدا موجوده جوه البركه، وعشان كده بيقرر انه ينزل ويطلب من جيانغ يستناه على الشط وما ينزلش ابدا مهما حصل. جيانغ بيخاف عليه وبيقول له بلاش يا صاحبي المكان شكله خطير. فتانغ بيطمنه وبيقول له ما تقلقش عليا. وبينزل تانغ يستكشف البحيره، وبيفضل تانغ يتحرك لأعمق نقطة في البحيرة لحد ما بيكتشف وجود قصر في أرض البحيرة. وقتها بيقرر إنه يدخله ويشوف ايه اللي موجود جواه، وخصوصا انه بيحس فيه بطاقه شخص في مرحله السحر الناشئ. ولما بيدخل للقصر بيقول ان ضغط الطاقه دي هو فتره التدريب العاشره للسحر الناشئ. بيقف تانغ يدور على اي حد في المكان وبيحس بوجود حد فبيستخبى ورا عمود، وبيشوف ان في قاعه القصر هونغ سو ابو ايرن قاعد بيتدرب. بيتصدم تانغ وبيقول لنفسه الراجل ده قاعد بيعمل ايه هنا؟ هو خبير في مرحله السحر الناشئ. الظاهر ان عيله ايرن عندها اسرار كتير. وبيقرر تانغ انه يستكشف باقي المكان ويبعد عن هونغ عشان ما يحسش بوجوده. وبيفضل ماشي في الطرقه لحد ما بيوصل لاوضه كبيره فيها بيكون فيها مسبح من الدم والهياكل العظميه. بيكمل وبيفضل يدور على اي حاجه تفهمه ايه اللي بيحصل هنا، لحد ما بيلاقي شخص مربوط في مكان بجنازير وبقفل 10,000 سحر ومحبوس فيه. تانغ بيستغرب جدا وبيقول مين ده؟ وعمل ايه عشان يتربط بالقفل الاسود ده؟ بيدخل تانغ عنده بيلاقي نصه محطوط في مسبح ميه والنص التاني مربوط. تانغ بيقول له انت مين وليه عاملين فيك كده؟ فالشخص ده صحيح فايق لكنه ضعيف جدا لدرجه انه مش قادر يتكلم. فتانغ بيطلع من جيبه كنز الشفاء يموت شنان وبيحطها على راسه، وبسببها بتتحسن صحه الشخص ده وبيبقى قادر على الكلام شويه. وبيقول لتانغ انت مين؟ فتانغ بيقول له انا اللي انقذتك، انت مين وليه مربوط كده؟ فبيرد الشخص ده بتعب وضعف وبيقول له انا لوفانغ. تانغ بيتصدم وبيقول له انت لسه عايش؟ فبيقول له لوفانغ انت تعرفني انت مين؟ تانغ بيقول له انا طالب في الطائفه السحريه ودخلت للطائفه بعد ما انت اختفيت، انا جيت عشان انقذك. فلوفانغ بيقول له بحزن وايه الفايده؟ مش هتقدر تعمل لي حاجه، ده قفل 10,000 سحر، هتجيب مفتاحه منين؟ فتانغ بيقول له من قلاده اليشم بتاعتك، اخدتها من العجوز اللي كان في المذبح، انت لازم ترجع معايا، ليونشي هتفرح قوي لما تشوفك لانها زعلانه عليك جدا. فلو بيقول له لا ابعد ليونشي عن اي حاجه، انا مش عايزها تتاذي، عيله سو ممكن تقتلها لو عرفت حاجه. فتانغ بيقول له هو ايه اللي عيله سو بتعمله ده؟ انا بس كنت عايز اكشف اعمال ايرين الشريره، بس طلعت عيلتها كلها متورطه في حاجه انا مش فاهمها، وايه اللي بيحصل في المكان ده؟ فلو بيصدمه لما بيقول له ان عيله ايرين بيستخدموا الرهبان عشان ياكلوا مخلوق شرير مخيف ومرعب. في الوقت ده بيحس تانغ ان في صوت حد جاي، فبيقول له وطي صوتك في حد جاي. وبنشوف هونغ بيكلم واحد من الحراس بره وبيقول له في حد هنا. فالحارس بيقول له لا انا واقف براقب ومفيش حد. محدش قادر يشوف تانغ لانه لابس تعويذه اخفاء. وبيقول تانغ لوفانغ ان كسر القفل ده في الوقت الحالي صعب جدا لكنه هيجي مره تانية وينقذه. بيقول له لوفانغ بتعب، عايزك تقول لليونشي تاخد بالها من نفسها. وبيفعل تانغ تعويذه الاخفاء مره تانية وبيخرج من عند لوفانغ. اما هونغ فبيفضل ماشي في القصر المهجور عمال يتلفت حواليه، وبيقول لنفسه ليه انا حاسس بحركه حد هنا. وبيروح عند لوفانغ ومش بيلاقي حد فبيمشي. وبيروح تانغ يقابل ليونشي وبتساله انت كويس؟ فبيقول لها ما تقلقيش. وبيصدمها لما بيقول لها انه شاف لوفانغ وانه لسه عايش. فبتقول له طب هو كويس؟ بيقول لها هو موجود في قصر مهجور او زنزانه تحت الارض تحت بركه يوتشين، محبوس بسلاح سحري اسمه قفل 10,000 سحر، زراعته اتدمرت وبيستخرجوا منه سحر الدرع والدم واللحم كل يوم. ليونشي بتقول له بغضب كل ده من افعال عيله سو، ليه يعملوا فيه كده؟ فتانغ بيقول لها ان عيله سو متورطه مع مخلوق غريب في اعمال الشر. تقول له ليونشي ان لوفانغ كان اكتشف قبل ما يموت ان في ست حامل في الطائفه كانت بتتدرب على السحر الاسود للمحرمات. وبتكمل وبتقول له احنا لازم نلاقي طريقه ننقذ بيها الاخ لوفانغ. فتانغ بيقول لها بس ده صعب قوي، سجن المايه اللي هو محبوس جوه بيحرسه هونغ واللي بيكون في السحر الناشئ واحنا ما نقدرش نقف قدامه. فبتقول له خلاص نبلغ الطائفه باللي بيحصل، والطائفه مستحيل تتسامح ابدا مع النوع ده من السحر الشرير. فبيقول لها تانغ ما تنسيش مركز ايرين في الطائفه، اكيد احنا مش كفء ابدا اننا نشكك فيها او في عيلتها. فاليونشي بتعيط وبتقول له معقول ما فيش في ايدك اي حلول تساعدنا؟ لوفانغ يمكن يموت من كتر التعذيب. فتانغ بيقول لها عندي طريقه بس مش عارف اذا كانت هتنجح ولا لا. فبتقول له ايه هي؟ فبيقول لها نسق السلاح ده اسمه الجبال والانهار المصوره، بمجرد ثقله تقدري تضيفي مساحه مباشره للصوره اللي انت عايزاها. فبتقول له انا مش فاهمه. فبيقول لها لو قدرت اسقل السلاح ده هقدر اجيب المكان بتاع لوفانغ اللي عندنا هنا بالقفل اللي مش هنقدر نفكه. فبتقول له طب وانت مستنيني ليه؟ يلا ابدا اتدرب. فبيقول لها انا عشان اقدر اسقل السلاح ده محتاج ل5 مواد وكنوز اساسيه ومش معاه منهم غير واحد بس، وهو 3 انفاس العالم السفلي التاسع. فبتقول له ما قلتليش ليه اوفر لك باقي المواد؟ فبيقول لها لانهم ما يتجابوش بالفلوس. فبتطلع له كل الكنوز اللي معاها وبتقول له ده كل اللي حيلتي، محتاج ايه؟ فبيقول لها ولا حاجه من الكنوز دي، انا محتاج حجر جوهر السحر وحجر منجم الفراغ وحجر سحر النار واغصان من خشب البناء.
فبتقول له انا هدور لك عليهم وانت دورك انك تتدرب عشان تقدر تثقل السلاح. تانغ بيقول لها تمام كده، بس انا لسه محتاج فرن تكرير جودته عاليه. فبتقول له سيب لي الموضوع ده، وبتشتري له ليونشي فرن تكرير، وبتعمل له كمان تشكيل عزل عشان ما حدش يحس بوجوده. وبتقول له حتى لو مزارع من السحر الناشئ مش هيقدر يوصل لك ابدا او يحس بوجودك، وكمان كهف النار دي هيقوي من عزلك، وبتوفر له كل المواد اللي محتاجاها. وبياخد تانغ تراب العالم الارضي وبيحطه في فرن التكرير وبيستخدم نار شوانلغ وبيبدا في ثقل السلاح. واليونشي واقفه معاه بتساعده، وبيجي عند الخطوه الاخيره وبيقول لها فاضل حاجه واحده محتاج كنز فيه الحيويه كجوهر سحري، وكمان عايز استخدم دم الوحوش العاليه للمستوى كبدايه، وساعتها هنقدر نستخدم السلاح ده. وبيطلع تانغ كنز يموت شنان وبيقول لها ده اللي هيساعدنا، ولكن لسه محتاجين جوهر دم عالي المستوى. فبتقول له خد من دمي، فبيقول لها لا اكيد هيأثر عليكي، فبتقول له لا، وبتعور نفسها وبتقول له بني الجسم اسمها جسم السيف جنغجين، وده واحد من العناصر الاسطوريه اللي في العناصر الخمس، وما تقلقش شويه الدم دول مش هيأثروا عليا في حاجه. فعلا بيسمع تانغ كلامها وبينجحوا في المهمه، وبيقول النظام لتانغ الف مبروك، قدرت توصل للمرحله الاولى من مستوى اكسير الذهب، وقدرت تثقل كتالوج الارض والنهر. في الوقت ده اليونشي بتبدا تدوخ بسبب الدم اللي خسرته، لكنها فورا بتستعيد توازنها وبتقول لتانغ يلا بينا نروح ننقذ لوفينغ. بيتحركوا الاثنين ناحيه الزنزانه اللي تحت الارض، ولكن للاسف هونغ بيشوفهم وبيقول لهم انتوا رايحين فين. فاليونشي بتقول لتانغ انا هشده بعيد عن هنا على ما انت تخلص وتنقذ لوفينغ، وبتطلع تجري بعيد وهونغ بيجري وراها. ولما بيوصل لها بيقول لها ما تفكرنيش غبي، وجريت وراك عشان اسيبه ينقذ صاحبك، لكن هو مش هيقدر يعمل له حاجه لان انا عملت على لوفينغ قفل سحر الافيال الاربعه، فحتى لو جه زعيم من مستوى السحر الناشئ فمش هيقدر ينقذه ولا يفك التشكيل ده. وفعلا لما بيروح تانغ بلوفينغ بيلاقي انه اتعمل عليه تشكيل قوي تاني، وبيفهم ان المره اللي فاتت لما جه هوانغ صحيح ما شافهوش ولكنه شك في وجوده، وعشان كده امن نفسه وحط تشكيل خطير زي ده على لوفينغ. تانغ لما بينادي على لو ما بيكونش سامعه من قوه التشكيل اللي معمول عليه، واللي بيفشل تانغ بكل الطرق انه يكسره وما بيكونش عارف يعمل ايه. وبيقول لنفسه كده مفيش غير كتالوج الارض والنهر اللي بيقدر ينقل مساحه، وبيفتح الكتالوج عشان يشوف مقدار المساحه اللي ممكن ينقلها، وبيتفاجئ ان الكتالوج ده قادر انه ينقل مساحه كبيره زي دي، وبيبدا ينفذ المطلوب. في الوقت ده اليونشي بيكون عماله تقاتل في هونغ ولكنه قوي جدا، لحد ما بيقول لها انا حاسس اني عارفك، انت اليونشي من طائفه الخياطه اللي كنت طول الوقت منافسه لايرين بنتي، انا هقضي عليك المره دي. اكيد ايرين هتفرح بحاجه زي دي، وبيحاول فعلا انه يقتلها، وبتصمد قدامه كتير وبتصاب، وبتقول له انت مش هتقدر علي، وبيقول لها انا عايز اعرف الجرأه دي اللي تخليك انت وهو تيجوا تقتحموا مكان زي ده. لكن تانغ ما بيسيبهاش وبيبعت لها النسر السحري واللي بينجح في اصابه هونغ، وبتهرب ليونشي. فبيروح هونغ بسرعه عشان يشوف لوفينغ لانه عارف انهم جايين ليه، وبيتصدم لما بيلاقي المكان فاضي، او المكان اصلا والتشكيل اللي كان فيه لوفينغ اختفوا. هونغ بيكون مصدوم ومش مصدق ايه اللي بيحصل، وبيتصدم لما بيعرف ان تانغ استخدم طريقه يقدر ينقل بيها مكان لوفينغ، وبيقول حتى خبير السحر الناشئ ما يقدرش يعمل حركه زي دي. وبيرجع تانغ واليونشي على الكهف الناري وبيقابلوا جيانغ اللي بيقول لهم اتاخرتوا ليه. ليونشي بتقول لتانغ ممكن تورينا اخويا لوفينغ بسرعه، فبيقول لها تانغ حاضر، وبيطلع الكتالوج وبيدخلوا جواه هما الثلاثه، وبيكون مكان عباره عن ارض وزرع وبحر بس، وهناك بيكون لوفينغ مربوط زي ما هو بالصخره اللي كان واقف عليها، وكمان كل الناس اللي كانت محبوسه في اقفاص في الزنزانه دي تانغ جابهم معاه بالاقفاص بتاعتهم. جيانغ بيكون مصدوم وبيقول هو ده ازاي، ايه نوع الخدعه السحريه دي. اما ليونشي اول ما بتشوف لوفينغ بتجري عليه وبتحاول انها تعالج اصاباته، بيشوفها فينغ فبيفرح وبيقول لتانغ انت انقذتني شكرا ليك. اما ليونشي فبتفحص جسم لوفينغ وبتقول له ان في مشاكل كتير وان الدانتيان عنده شبه مدمر وان الجنازير والتشكيلات اللي حواليه لسه موجوده ومش قادرين يفكوها. فتانغ بيقول لها ما تلاقيش كويس ان احنا لسه معانا اليومين التشنان، ده كنز ممتاز في علاج الجروح. فعلا بيستخدمها تانغ في علاج لوفينغ وكل المزارعين اللي محبوسين في الاقفاص. مش بس كده، تانغ بينجح في انه يفك الاقفال اللي معموله على جسم لوفينغ، وده بعد ما بيسترجع صحته بيكون سهل كسراه. بتطلب ليونشي من لوفينغ انه يقول لهم كل اللي يعرفه، فبيقول لهم ليونشي ان ايرين بتستخدم سلطتها كساحره وبتكلف المزارعين دول بمهام وبتخدعهم عشان يروحوا الاراضي عيله سوء، وهناك بيعملوا فيهم ابشع الجرايم. وبيقول لهم لانه لما اتمسك ايرين كانت واقفه وشايفه كل حاجه، وشافت ابوها وهو بيدمر زراعته واخدت اكسير طاقته وما كانش فارق معاها اي حاجه. فاليونشي بتتضايق جدا وبتقول له انا هدمر ايرين وهطلع عيلتها كلها من الطائفه. يخرج تانغ كل المزارعين من الاقفاص وبيتحدوا معاهم وبيقولوا لهم انهم عايزين ينتقموا من ايرين وعيلتها وانهم مستعدين يشهدوا عليها هي وعيلتها. تانغ بيقول لهم احنا لازم نرجع دلوقتي لشيان من، اكيد هونغ هيبلغ بنته بكل اللي حصل، لازم نتصرف احنا قبل ما تاخد هي اي رد فعل. ليونشي بتقول له هي هتعمل ايه يعني، فبيقول لها تانغ ايرين تقدر تعمل حاجات كتير قوي تخلي قاده الطائفه ما يصدقوناش،
ليونشي بتقول له طب والحل ايه؟ بيقول لها الحل اننا نروح لقاعه الاجراز وندق كل الاجراز اللي فيها، وقتها كل كبار وقاده الطائفه والشيوخ هيجوا، وساعتها نواجه ايرين قدام الكل. عايزين نعمل ده قدام الكل ونكشفها على حقيقتها. ليونشي بتقول له احنا معاك بس انت متاكد انك هتقدر تسد قدامها؟ ايرين قربت توصل لمستوى السحر الناشئ، فبيقول لها انا كمان مستوايا ما بقاش قليل، ومتهيألي احنا الاتنين مع بعض نقدر نهزمها. وفعلا بيبداوا في تنفيذ الخطه، وبيدق تانغ الجرس العملاق واللي بيعمل صوت قوي جدا وبيلفت نظر كل اللي في الطائفه لوجود مشكله كبيره. زعيم الطائفه بيسمع الصوت وبيسال الحراس مين اللي دق الجرس الخطر، وهناك اول ما بيوصلوا بتكون ايرين واللي فورا بتحاول تقتله قبل ما يتكلم او يقول اي حاجه، لكنه بيقدر يحمي نفسه بظل تيالو، وبتفشل ايرين في انها تاذيه، وبيبدا بينهم قتال قوي جدا وبضاع ايرين مصاب على الارض. وبيجي كل كبار الطائفه وبيشوفوا اللي بيحصل، وبيوصل هونغ كمان وبيهاجم تانغ وبيقول له انت اتجرأت تاذي بنتي، انت هتموت دلوقتي. لكن تانغ برضه بيقدر انه يصيبه، وده بسبب قوة الأسلحة اللي معاه، حتى لو مش في نفس مستوى قوتهم، لكنه معاه أسلحة جبارة قادرة تحميه وتدافع عنه. ايرين بتشوف ليونشي مع تانغ فبتقول لها انت بتقفي في صفه الحقير ده ضدي، انت مش عارفه انا مين. زعيم الطائفه بيحضر كل حاجه وبتبدا المواجهه. ايرين بتتهم ليونشي بالخيانه وانها واقفه في صف راجل شرير خاين، فتانغ بيقول لها راجع نفسك وانت تعرفي مين الشرير الخاين فينا. وبيحكي تانغ قدام زعيم الطائفه كل حاجه عملتها مع ايرين من الاول لحد اللحظه دي، وبيقف الطلبه الداخليين مصدومين واللي بيسمعوه عن ايرين. وبيقول تانغ ان ايرين اتسببت في طرده من الطائفه، وانها حاولت تقتله اكتر من مره، وانها عندها دار خاصه للمغامره وتكرير الاسلحه بتخدع بيها الطلبه عشان يتدربوا، واللي بيخسر بتتقطع ايده وبتجيب رهبان مساكين وبتخطفهم بالقوه وبتبيعهم كعبيد بحجه انهم هيشتغلوا عند عيله سو، وانها بتوصل المزارعين العاديين لدرجه الموت من قله الاكل والشرب، وبتاخدهم تقدمهم كقربان للمخلوق الغريب اللي بتشتغل معاه هي وعيلتها. الكل بيكون مصدوم من كلام تانغ، وخصوصا لما بتاكد ليونشي على كلامه، ولكن ايرين بتصرخ في وشه وبتقول لها انت اكيد اتجننتي، فين الدليل على كلامكم؟ فين الشهود؟ فتانغ بيضحك وبيقول لها الادله والشهود موجودين، بس يا ترى هتعترفي ومش هتنكري لما تشوفيهم؟ وبيطلع لو فينغ وهو مغطي وشه وبيكشف تانغ عن هويته، وبيتصدم الكل اول ما بيشوفوه. وبيتكلم لو فينغ وبيقول لزعيم الطائفه انا من 3 سنين جالي امر ان احقق في قضيه الخونه من طائفه زيشان، ولما لقيت الدليل ايرين اتامرت مع ناس ضدي ومسكوني واتسجنت 3 سنين في مكان عتمه ما بيدخلوش شمس، لحد ما انقذني الاخ تانغ واختي الصغيره ليونشي. زعيم الطائفه بيتصدم من الكلام وبيكون متعصب جدا، وبيسال ايرين لكنها بتنكر وبتقول ان لو فينغ فاهم غلط او بيكذب. فتانغ بيقول لها لو فينغ مش الشاهد الوحيد، وبيطلع تانغ كل المزارعين من الكتالوج وبيشهدوا ضد ايرين. الزعيم بيقول لها لسه عايزه تنكري يا ايرين؟ وقتها هونغ بيحس ان هو وبنته لبسوا في حيطه وما بيكونش قدامه حل غير انه يستدعي المخلوق الشرير اللي يعرفه، واللي اول ما بيظهر بيرعب الكل وبيهاجم زعيم الطائفه وبيصيبه، وبيكون على وشك تدمير كل اللي في المكان. وقتها تانغ بيفتح الكتالوج وبيدخل فيه الطلبه والكل الضعاف اللي خايف عليهم، وبيقرر انه يواجه المخلوق المخيف ده. ايرين بتتصدم لانها بتكتشف في الوقت ده ان تانغ في مرحله السحر الناشئ، لكن تانغ بيقول لها ما تتخضيش قوي كده، انت لسه ما شفتيش حاجه. وبيقتل تانغ ايرين وبيظهر تانغ بقوته الحقيقيه اللي كان مخبيها، واللي تقدر تمحي الوحش الشرير في لمح البصر. وايرين لما بتشوف ده قبل ما تموت بتكون مصدومه وبتقول لتانغ انت الشيطان الحقيقي، انت الشيطان الحقيقي، انا هقول لك كل الطائفه عنك عشان كده بيخلص منها. وبيطلع النهار وبيفتح تانغ الكتالوج وبيطلع منه الزعيم ليونشي وكل الطلبه والمزارعين، وبيبص حواليهم بيلاقوا الارض شبه مدمره، فبيعرفوا ان تانغ ده شخص مش عادي ومحارب لا يقهر. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.